مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وأصداء الملاعب نتناول من خلالها أبرز القضايا والموضوعات على الساحة الرياضية. النهاردة زي ما حضراتكم دائما بتتابعونا ومتابعين معانا، بيكون معانا فقرتين. الفقرة الثانية أو الحوار الثاني هيشرفنا يكون معانا مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي كابتن إيهاب جلال. هنتحدث ونتحاور معه عن كل ما يخص هذا المركز بالتحديد، مركز حراسة المرمى، ورأيه في حراسة المرمى في الدوري العام، وأيضا تجاربه وخبراته السابقة خارج مصر. هنستفيد من خبراته إن شاء الله، يكون معانا وتكون فقرة موفقة. أما فقرتنا الأولى النهاردة هي الفقرة الخاصة بتحليل مباريات كرة القدم والأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري العام. هيكون معانا دلوقتي وبيشرفنا طبعا كابتن أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش. كابتن أحمد أهلا بحضرتك معانا. حضرتك ازاي؟ كل سنة وحضرتك طيب، وسنة يا رب تكون 2018 أحسن وأفضل لحضرتك. أخبار 2017 إيه؟ كويسة جدا الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس. راضي عنها؟ طبعا راضي عنها ويعني سعيد بيها. الحمد لله. تتمنى الأفضل في 2018 أكيد. الحمد لله. طموحات أحمد سامي في 2018 ربنا يسهل يعني انا ما فيش حاجه معينه، بس يعني احنا بنجتهد وبنشتغل والباقي على ربنا يعني. كان لك حضرتك تجربه طبعا كلنا تابعناها وشفناها، وكانت تجربه طويله كمان كانت مع طلائع الجيش لحد الاسبوع كام 11 الاسبوع الحادي عشر من عمر مسابقه الدوري مع فريق طلائع الجيش. نقدر نقيم هذه التجربه ولا بالنسبه لحضرتك يعني؟ لا مفيش مشكله يعني الحمد لله. يعني اصل انا بقالي فتره كبيره في نادي الجيش، ونادي الجيش يعني يعتبر بيتي يعني. من السنه اللي فاتت انا طبعا كنت من السنه اللي فاتت ماسك مع الكابتن عجوز من اول السنه، وبعد كده مسكت لوحدي بقى لغايه اخر السنه. وبعد كملت معاهم السنه اللي بعديها. الحمد لله نادي الجيش فرقه كويسه جدا وفيها لعيبه كويسه جدا، والاداره ما بتبخلش على اللعيبه باي حاجه، ودعم دايما في كل الوقت دعم ليها. على راسهم طبعا رئيس النادي الفريق محمد فريد حديد، راجل يعني بيدعم الفرقه جامد جدا وماشيه كويس يعني. حتى الفتره لغايه انا ما مشيت انا جبت حوالي 11 بونت، يعني هم 19 بونت. يعني انا شايف ان هم ماشيين كويس يعني، مش ولسه الدوري طويل، والدوري السنه دي كان صعب جدا. يعني الدوري السنه دي صعب، كل الفرق قريبه من بعض واللعيبه كلها فيها تشابه الى حد كبير، ما عدا طبعا فرقتين ثلاثه. صحيح. هل نهيتوا العلاقه بينكم مع بعض بالتراضي بين حضرتك وبين فريق طلائع الجيش؟ يعني نادي الجيش يعني بعتبره يعني مش نهايه علاقه ولا حاجه، العلاقه موجوده بس انا يعني اعتذرت ومشيت من النادي خالص. هل حضرتك ليك فكر في الفتره القادمه ان شاء الله؟ ربنا يسهل ربنا يسهل لو في فرقه كويسه كده ان شاء الله. هل فكر خارجي ولا حضرتك يعني برضو ما زلت على حسب اللي معروض؟ على حسب اللي معروض يعني لو في اي حاجه خارجيه برضو عرضت على حضرتك. انا ما بحبش الغربه. ما ده سؤالي يعني اللي انا كنت عايز اساله حضرتك. في بعض الاشخاص بتميل الى الداخل، ما تحبش ان هي تخرج بره مصر. بالظبط يعني كان في حاجات معروضه، بس انا بفضل يعني الفتره دي اشتغل في مصر يعني. تمام ان شاء الله. اكيد نتمنى لحضرتك التوفيق وكل خير لحضرتك في 2018 يكون افضل واجمل لكابتن احمد ان شاء الله. خلينا ندخل على مباريات الاسبوع السادس عشر لمسابقه الدوري العام المصري لكره القدم. يعني احنا نقدر نقول احنا خلاص قربنا على انتصاف جدول المسابقه. هل ممكن نقدر دلوقتي برؤيه حضرتك وخبراتك اللي احنا نحدد شكل المسابقه، ونقدر نقول الفرق بقى خلاص اللي هتنافس على القمه والفرق اللي هتنافس من اجل البقاء في المسابقه، ولا لسه؟ لا لسه طبعا مش باين، بس طبعا في حاجات متحدده يعني. الاسماعيلي نمره 1 والاهلي في الجدول، انا بكلمك في الجدول نمره 2، والزمالك مكسبه النهارده. ولو نهى الدور الاولاني ماتش الاهلي وماتش الجيش، فاضل له ماتشين دي او مش عارف يعني، فاضل له ماتشين او 3. لو نهى بمكسب لا هينافس معاهم. مين اللي هو الزمالك؟ هينافس معاهم يعني. عنده ماتش الاهلي وماتش الجيش طلائع المؤجل. لو كسبهم يبقى ادى حق للناس كلها ان هو هيكمل مع الاسماعيلي والاهلي، هيطلع تاني. طبعا. يعني اذا شكل المنافسه لسه يعني. كان في بعض الاراء بتقول لا ده الزمالك خلاص خرج وما اعرفش ايه. لا هو اللي بينافس دلوقتي الاسماعيلي والاهلي. الزمالك طبعا فرقه كبيره جدا، فيعني وضعها في الجدول ان هي بعيد بالابناط عن الاسماعيلي والاهلي. طبعا الناس مستغرباه، بس لو نهى الدور الاولاني بمكسبين دول هيفرق معاه جدا، وخصوصا ماتش الاهلي. والمصري البورسعيدي ايضا لسه ما زال في المنافسه بس مش منافسه على الدوري.
خلينا واضحين يعني هيبقى يعني رغم انه يعني في المركز المتساوي مع الزمالك حتى الان، يمكن هو من الزمالك النهارده بعد فوزه بيتساوى مع ما هو انا بقول لك المصري. لسه بدري بس يعني الزمالك نادي كبير جدا ومتعود وواخد دوري كتير وبينافس على طول الاهلي، دي فرصته ان هو لو كسب هيبقى في ثقه اللعيبه اكتر، لان اللعيبه عنده كويسه بس محتاجه ثقه شويه. سياسه النفس الطويل. بالظبط. نفس طويل تكون في كافه الزمالك ارجح من من النادي المصري. طيب حضرتك ذكرت الاسماعيلي، خلينا نبدا باولى لقاءات هذا الاسبوع ومباراه الاسماعيلي والرجاء. يعني معظم المباريات هذا الاسبوع اللي لفت نظري في النتائج ان كان في ماراثون للاهداف، كان في اهداف غزيره يمكن تفوقت عن مختلف الاسابيع الماضيه. يعني ما اعرفش هل ده بقى صدفه ولا خلاص المباريات بدات تاخد وضع مختلف واللعيبه بدات ان هي تحرز اهداف وبدا في وضع مختلف او شكل مختلف في الجدول. يعني في لو حضرتك شفت انا يعني اهداف، لكن انا شايف ان هو سواء المدرب العام كمل او المدير الفني الجديد المفروض يبقى من مصر، ما يبقاش يعني ادام حضرتك ذكرت في مصر بالفعل في بعض الاراء عن التعاقد مع كابتن احمد حسام ميدو لاداره الاسماعيلي في الفتره القادمه. هل ترى ان ده طبعا يعني مش هنقيم كابتن احمد حسام، ولكن بوجه عام بعد تجربته مع وادي دجله وانتقاله نادي الاسماعيلي، يعني لما نقارن مش هنقارن بين مدراء فنيين ولكن بين وادي دجله والاسماعيلي واخفاق وادي دجله في قياده احمد حسام ميدو والاسماعيلي متصدر الدوري. طب ما انت برضو قارني بين الكابتن طارق العشري لما كان ماسك الانبي ولما راح يعني الموضوع كله بيبقى فيه عدم توفيق في التجربه. دي مش نهايه المطاف. وبعدين ميدو مش غريب عن الاسماعيلي، مسكهم قبل كده صحيح. والفتره اللي مسكهم فيها كان شكل الاسماعيلي كويس قوي صحيح. فانا ليه لا، يعني ميدو مدرب كويس ومجتهد جدا ومسك اكتر من فرقه، مسك في دوري ممتاز وعنده خلفيه ان هو لعب بره واحترف بره فعنده نفس الفكر. يعني انا شايف ان ميدو برضو مناسب، ليه لا يعني. نعم، نادي الاسماعيلي يعتمد على كالديرون بطريقه واضحه جدا، واعتقد ان غياب كالديرون هيكون له شكل وتاثير واضح على فريق الاسماعيلي. هل فريق الاسماعيلي يحتاج الى تدعيم في هذا المركز في الفترات القادمه، الفتره الشتويه؟ طبعا يعني كالديرون اللي ما بيلعبش يبقى فيه ازمه كبيره جدا بالنسبه لهم، وخصوصا ان اللعيب الثاني الافريقي طبعا انا مش عارف اسمه بس مش مقتنع بيه، ده كان دي صبري قبل ما يمشي. انا شايف ان هم عايزين يدعموا مش بمهاجم واحد، باثنين. وبرضه في خط الظهر، لان انا شايف ان متولي في خط الظهر في نص الملعب هيدي احسن، هو كويس جدا ماشي كويس بس في نص الملعب هيدي اكتر من كده. نعم. فبرضه محتاجين يتعاقدوا مع سيرد باك برضه اضافي. طبعا لازم الاسماعيلي لازم يبقى عنده دكه كبيره عشان يواصل ويستمر في المنافسه مع على الدوري. لكن لو اعتمد على اشخاص من اول السنه مش هيقدروا يستحملوا معاه طول الدوري، هيحصل له مشكله. الاسماعيلي المباراه القادمه له بعد غياب ورحيل ديساب هتكون امام النصر. اعتقد دي تعتبر يعني سواء اي مدير فني او حتى المدرب العام اللي هيقود هذا اللقاء بالنسبه له، يعني اعتقد انها مباراه يعني دي ممكن يعني محطه لانتقال الاسماعيلي من مدير فني لمدير فني تاني، ممكن تكون نقطه ايجابيه بالنسبه للاسماعيلي. ممكن تبقى سلبيه لان النصر فرقه كويسه جدا. فرقه النصر فرقه كويسه جدا وهي تقلت في الدوري عن اول السنه. اول السنه ما كانوا طبعا اللعيبه مش واخده، لان كلها اللعيبه اغلبيتها من الممتاز ب، فخدوا على الاجواء وخدوا على الماتشات وابتدوا ينفذوا كلام الكابتن سيد عيد. فانا شايف ان هم بيأدوا كويس، لسه النتائج مش مساعداهم بس لسه الدوري طويل. هم مش بعاد، هم عندهم 13 بونت والاسماعيلي طبعا هو اول الدوري واللي يتصور ان ماتش الاسماعيلي والنصر هيبقى فرقه النصر فرقه ضعيفه تبقى سهل، تبقى العمليه صعبه جدا لان فرقه صعبه جدا. وعملت شفت ماتش انبي الاخير تعادل 1-1 وكانت عامله ماتش وكانت ما تعرفيش مين انبي ومين النصر. يعني فرصه هنا وكره في العرض هنا. بس هو متذبذب المستوى، يعني في مباريات تبقى رائع جدا ومستوى رائع جدا وفي مباريات ثانيه بنحس ان هو صعب الاداء يبقى وحش. يعني هو اداؤه ثابت ان هو كويس، النتائج هي اللي متذبذبه معاه. لكن هي طول ما الاداء مستمر ان هو كويس في ابعد الحدود فانت كمدرب ما تقلقش. يعني المدرب ما يقلقش من الموضوع طالما الاداء ثابت. لكن النتائج متغيره بتوفيق وعدم توفيق. انا شايف ان لو عندهم توفيق كانوا كسبوا ماتش انبي. صحيح. طيب في مباراه، خلينا لسه في مباراه الاسماعيلي والرجاء، الجانب الاخر من هذا اللقاء هي الرجاء في ظل قياده جديده الكابتن احمد العجوز. في تغييرات حصل في فريق الرجاء من اول كابتن خالد، هو مشي النهارده كمان ماشي. طب يعني بقول لحضرتك في اكتر من تغييرات من بدايه من كابتن خالد القماش لحد كابتن احمد العجوز اللي خد لقاء واعتذر.
فريق الرجاء حضرتك شايفه ازاي في هذا التوقيت وفي اجواء الدوري؟ هو فريق الرجاء هو مشكلته ان هو بدأ غلط، يعني هو مشكلته ان هو بدأه غلط، يعني الموضوع مش زي الممتاز به. الموضوع لازم يبقى فيه استعداد اكتر من كده، وحصل سوء يعني انا عايز اقول لك يعني الوقت كان الكابتن خالد قماش بيحج والفرقه فرط الاعداد وعقبال ما رجع واتاخر يعني كانت في ظروف كده معاكسه معاهم، عشان كده هم بداوا ب5 7 8 هزايم، وبعد كده جه عماد النحاس عمل لهم شكل بصراحه وكان بيأدي بشكل كويس جدا يعني عماد، وانا استغربت ان هو مشي. هو نفسه كان مستغرب. انا استغربت، كل واحد كان بيشوف الرجاء كانوا مختلفين، كان عندهم كان طبعا مش هو ده اللي الاداره بتحلم بيه النتائج، بس هو في نفس الوقت مش هو ده الاستعداد ان الاداره كانت المفروض تعمله من اول الدوري. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ كمان كابتن احمد هيمشي، يعني واعتقد ان هي بتسوق التغييرات الكثيره دي، اعتقد ان هي بتؤثر تاثير سلبي على الفريق كابتن احمد. هو ما يعني انا شايف ان الرجاء مش محظوظين، يعني انا بقول لك خصوصا البدايه والتغييرات، وانا شايف ان هم يستقروا على مدرب ويدوا له ويعملوا سبورت لغايه اخر السنه بغض النظر عن النتائج. هل كابتن عماد ممكن يجي تاني نلاقيه بعد اعتذار احمد العجوز ان هو تاني؟ لا تساليه بقى الكلام ده، يعني وارد والله، كل حاجه دلوقتي وارده. يعني من الاسئله الخبيثه برضو اللي بتطرح نفسها ان في بعض الناس يعني طبعا يعني بعض الظن يقول لك ان دي سافر اوغندا، ممكن يشوفوا بعد كده تاني مع احد الفرق في الدوري العام المصري للانديه الكبرى. هل ممكن متوقع ان ده ممكن يحصل ولا ما اعتقدش ان ممكن ان هو راح يمسك منتخب؟ بس خلي بالك انت ممكن تبقى التفكير ده يجي لك او حاجه زي كده لو راح يمسك نادي صغير او نادي يعني ان هو ما بينافسش، او راح يمسك منتخب. يعني ان هو يمسك منتخب اوغندا، مش معقول المنتخب اوغندا يبقى كوبري يعني عشان يجي يمسك فرقه ثانيه. نعم. وانا شايف يعني في مدربين كتير في مصر كويسه، يعني الموضوع مش دي صبر برضو. انا عايزين نقول ان الاداره في نادي الاسماعيلي استعدت كويس للموسم وجابت لعيبه كويسه صغيرين في السن، بس اللعيبه عندها طموح. وهم ان كانوا هم بينافسوا دلوقتي، حتى لو هم ما خدوش الدوري السنه دي هم بينافسوا وقدامهم وقت كبير جدا، وهيبقوا فرقه اجمد من كده 3 4 مرات مع الوقت لو حافظوا على مجموعه اللعيبه دي. بس انا عن نفسي شخصيا اتوقع ان ده صبغ يعود، لكن بعد فتره في اوغندا، يعني هيقضي فتره في اوغندا، لكن هشوفه تاني في الدوري المصري. امتى؟ ممكن السيزون الجاي، ممكن اللي بعده، بس لا ما هو طبيعي ده اصل الموضوع ده عرض وطلب. وبعدين هو عمل سمعه كويسه في مصر، صحيح، فهتلاقي كل الانديه والانديه الكبيره عايزه تجيبه، ده طبيعي جدا لانه عمل شغل كويس، لكن مش هتشوفيه قبل يعني المفروض يعني كاس الامم الجاي. صحيح. يعني هياخد تجربته مع اوغندا وبعد كده ممكن هيكون ليه وجود معانا تاني في مصر. عموما اكيد نتمنى للاسماعيلي برازيل مصر التوفيق في الفتره القادمه، ونتمنى ان كل التوقعات والقلق اللي بيصاب بيه في الفتره القادمه ده اللي هو ما يكون دي كلها يعني لا الباشمهندس ابراهيم خرافات. يعني مش غريب عليه انه يمسك الاسماعيلي، مسك الاسماعيلي في فترات سابقه، وهو من النوعيه يعني اللي هو ادارجي، يعني هيعرف يدير كويس وهيجيب مدرب كويس لايق على النادي الاسماعيلي. نتمنى ذلك ان شاء الله. طيب المباراه اللي حضرتك اللي احنا ذكرناها كانت انبي والنصر وانتهت بالتعادل، وحضرتك كنت بتقول ان انت كنت شايف ان ممكن المباراه كانت تنتهي لصالح النصر كمان، مش واول صالح ما تعرفيش مين اللي يعني هيكسب. كانت مباراه متكافئه بين الطرفين. كيف ترى شكل انبي في هذا التوقيت، وبرضه بعد التعديل وبعد التغيير اللي حصل في انبي؟ انبي طبعا كابتن ايهاب جلال عمل طفره في انبي، ان هو انبي دلوقتي عنده 25 بونت، المركز الخامس 25 بونت او 26 لعيبه وتكرر لها، والشغل ده انجاز من ايهاب جلال. وفي نفس الوقت برضو اللعيبه الخامه بتاعت اللعيبه مؤهلاها انها تعمل كده. تمام. تمام. طب ده بالنسبه لانبي والنصر، واللي انتهت المباراه دي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. زي ما اتكلمنا على انبي هنتكلم على مصر المقاصه، كانت مباراه الاتحاد ومصر المقاصه، وايضا انتهى هذا اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. مصر المقاصه والاتحاد كل فريق فيهم حدوته. خلينا نتكلم على الاتحاد في ظل قياده مكيده، يعني زي ما بقول مكيده رايح جاي، كلاكيت ثالث مره، بس هو عامل يعني الفترات اللي كان بيجي يمسك فيها الاتحاد كان بيعمل شكل ليهم كويس، يعني هم رجعوه على اساس ان هو سايب برضو شغل، ان هو كان عامل شغل الفترات السابقه اللي كان ماسكها، فهو مش غريب عليهم وعارف النظام وعارف الاداره، عارفهم وعارف النظام الشغل في الاتحاد ازاي، فده كان هيساعدهم بسرعه غير ما يجيبوا مدرب اجنبي تاني لسه ما يعرفش اللعيبه وياخد وقت.
فمكيده الماتش الاخير ده كان اقرب ان هو يكسب، يعني هو المقصه اتعدت في الوقت بدل الضايع. ولولا سذاجه من المدافعين وغلطات الساذجه ما كانش المقصه تعادل. فكانوا هم بيأدوا من ساعه ما مكيده جه بشكل كويس، محافظين على كان بدايه من ماتش الزمالك، ما يعتبر ما يتحسبش ماتش الزمالك عشان قبل الماتش مكيده جه بحوالي 3 ايام، والماتش الجيش كان محافظ على نواحي الدفاعيه، ظبط نواحي الدفاعيه كويس، تعادل في المباراتين سواء في الطلائع او في الاتحاد. والمقصه برضو فرقه انت فرقه كبيره وعندهم عناصر هجوميه عاليه جدا، ان هو يفضل متقدم عليهم لغايه اخر وقت في الوقت بدل الضايع، دي حاجه كويسه. يعني شكلهم بقى مختلف عن الفتره السابقه خالص. الاتحاد السكندري كمان في هذه الفتره في ظل قيادته والاستاذ محمد مصلحي في بعض التدعيمات لصفوف الفريق. رزاق سيسي من الزمالك خلاص ان هو المفروض دلوقتي منضم للاتحاد السكندري، وكابوريا في توأمه حاصله ما بين الاتحاد وما بين الزمالك وبين المصري للعناصر والنجوم اللي هم مستغنيين عنهم هو بياخدهم. هل ده هيكون له اضافه واضحه وشكل واضح لفريق وحسب القوه الشرائيه والفلوس يعني بتتكلم ازاي يحصل تدعيمات قويه، لكن حته ان انت عندك المساحه وعندك الوقت وعندك الاختيارات وعندك مساحه كبيره ان انت تنقي ده وتقول ده وده لا ده مش موجود. يعني رفاهيه الاختيار دي مش موجوده. انت بتعرض عليك 3 4 لعيبه، ممكن يكون الثلاثه انت مش مقتنع بيهم، بس احسن من اللي عندك شويه. ده مش هو ده الطموح اللي عندك، بس انت مضطر ان انت تجيبه عشان احسن من اللي عندك شويه، مش احسن ما عندك بفرق كبير، احسن عندك شويه بس. لكن ده اللي موجود، ده اللي موجود، لان في شهر واحد بيبقى الاختيارات بتبقى قليله شويه. طيب المباراه الجايه يعني ماراثون الاهداف، مباراه يعني غريبه جدا في اهداف، عشان يمكن دي اللي خلت السكور في الاسبوع ده عالي جدا بالنسبه للاهداف. هي مباراه المصري وطنطا 6-3، يعني سكور عالي. انا فكرتني على فكره احنا هنا عالي، لكن لو اللي بيتابع الدوري الانجليزي احنا بنشوف ب5 اهداف وال4 اهداف. النهارده تشيلسي هزم ستوك سيتي 5 اهداف نظيفه، مش كتير، لكن احنا في الدوري عندنا لا 6 كتير و5 كتير، يعني لسه بتبقى مشكله، وتلاقي الاعلام بتبقى بالظبط، وممكن المدير الفني يمشي تاني يوم. لكن اللي يتابع الدوريات الاوروبيه لا عادي، النتائج دي كبيره جدا، حاجه طبيعيه. لا بس يعني بتبين لك برضو النتائج كبيره، بتبين لك ان المدير الفني في الماتش ده ان في ثغرات 1 2 3، بتبين له حاجات كبيره. سيبك بقى من اللي بيقول بقى فضيحه ومش فضيحه، هي في الاخر هو خسر 3 بونت باهداف كتير، باهداف اقول لك عشان ثقه اللعيبه، انما 2-1 غير 6-3. لا انا شايف ان هي هزيمه في الاخر. طب بتوضح لك ان في نادي طنطا في مشاكل، بس هو في نفس الوقت انا ما ينفعش العب اوبن جيم مع نادي المصري حتى لو جه جون بدري، في لعب 11 بونت او 12 بونت او حاجه زي كده. جه الكابتن اسامه عرابي طبعا جه على ماتش الاهلي وعمل ماتش كويس جدا وتعادل مع الاهلي، وجت نتائج عكسيه، بس لازم ياخد وقته شويه. هو الانتاج او الداخليه او المصري لعب مع ال3 فرق دي وكان فيهم هزايم، 3 مباريات هزيمه لطنطا متتاليه. هنشوف اللقاء القادم طنطا هيلعب مع مين؟ طنطا هيلعب مع انبي. المباراه القادمه هتكون طنطا وانبي، اعتقد تكون فارقه بالنسبه لطنطا. في طنطا في ملعب طنطا. ملعب طنطا ده مشكله كبيره جدا لاي فرقه تلعب طنطا فيه. ايه ابعاده يعني كنز شويه، فالفرق اللي ما بتعرفش تلعب على الملاعب الكنزه بيحصل لها مشكله، عشان كده بيقولوا دايما لصالح طنطا لما بيلعب في ملعب لصالح طنطا. بيبقى والملاعب الواسعه بتبقى برضو عبء على طنطا، يعني تلاقيها دايما لما تلعب في برج العرب او في استاد القاهره تاثيرها سلبي عليه. حسب ما هي هنشوف ايه اللي هيحصل في مباراه طنطا القادمه امام انبي. هل هيكمل اسامه عرابي ورفاقه مع فريق طنطا، ولا هنلاقي رياح التغيير ايضا؟ هيكون طنطا ممكن من الفرق ايضا اللي تتاثر بها للمره الثانيه على التوالي بعد كابتن خالد عيد وبعدين كابتن اسامه عرابي. هنتابع مع حضراتكم اكيد في الاسبوع رقم 17. طيب خلينا نروح مع برضو كابتن احمد ونشوف بالنسبه للنهارده كان في لقاء هام يجمع الاسيوطي والزمالك، وانتهى هذا اللقاء بفوز نادي الزمالك بهدف نظيف لكاسونجو كابونجو، هذا الساحر الافريقي. والنهارده شفنا في هذا اللقاء وجود الاثنين افارقه، شفناهم كرؤوس حربه لعب بيهم نادي الزمالك، سواء اتشيمبونج وسواء كان كاسونجو. وده كان في مطالبه حتى من الجماهير اللي بتتابع لنادي الزمالك، ادام يعني عنده نجوم افارقه زي دول ما بيدفعش بيهم كهجوم صريح اثنين مع بعض ويزود ما هو هتبقى برضه مشكله، ما الناس مش عارفه، الناس اصل الكوره مش هجوم بس، يعني زي انا دافع في نص الملعب ويبقى في شغل دفاع عشان اعرف استرد الكوره بسرعه.
لو لعبت باثنين فيرود هيبقى على حساب نص الملعب، واي كوره مرتده عليها تبقى مشكله كبيره جدا. وخصوصا ان برضو الفراوده بيبقى النواحي الدفاعيه عندها مش زي الاطراف او نص الملعب او نص الملعب المهاجم. انا شايف ان نيبوشا بيلعب لعب تجاري. تجاري يعني ايه؟ يعني عارف ان نتيجه سلبيه هتحصل ممكن يمشي، فهو بيلعب بيكسب يروح مقفل بسرعه زي ما حصل الماتشات اللي فاتت. ماتش المقاولين مطرود منه. اللعب التجاري مش نادي الزمالك، اللعب التجاري ده مع فرق بتنافس على الهبوط، عايزه تزق شويه تبقى ترتيبها تاخد وسط الجدول، لكن فرقه تاخد دوري مش هو ده، مش هينفع. مش هينفع. لازم يبقى الاداء اللي بيديك استقرار للجمهور، استقرار فني للجمهور حتى لو نتائج سلبيه. طيب برايك كابتن احمد ايه المراكز اللي نادي الزمالك بيحتاج دعم فيها، محتاجين فيها؟ لا الزمالك مش محتاج اي دعم في اي حته. في اي محتاج توظيف فقط، اعاده محتاج توظيف بس للناس. هو مشكله بس ما عندوش باك رايت. هو بس الاحتياطي الحازم بس. ما فيش، انا مش شايف حد. وعندهم برضو بيتهيألي اسامه محمد ما بيلعبش خالص، كان جاي من انبي. يعني عندهم مركز او مركزين يعني اللي هو في يعني ما يذكروش، لكن كل ال 30 لعيب كلهم احسن من بعض. في بعض الاستغناءات ده نادي الزمالك عنده الفرقه الوحيده اللي عنده اكتر فرقه في الدوري عندها مهاجمين. دعم فريقه كمان عنده كتير. مهاجمين يعني عنده كاسونجو واشومبونج وباسم وخالد قمر. خالد قمر خلاص المفروض هو يعني انا بكلمك الفتره اللي فاتت عنده 4 راسات حربه. يعني ده ما فيش فرقه عندها. ده الاسماعيلي عنده راس حربه شغال من اول الدور الاولاني لغايه اخره. كالديرون. محتاج، ما عشان كده بنقول ان هو لسه الاسماعيلي محتاج. الاسماعيلي محتاج، لكن انا شايف ان الزمالك مش محتاج اي دعم في اي حته. 2018 نيبوشا هيستمر مع نادي الزمالك براي كابتن احمد سامي ولا بعد بكره بالظبط ما عندوش ماتش قدامه مباراتين الطلائع والاهلي. اعتقد مباراه الطلائع والاهلي دي هتكون ماشي هيستمر لغايه 2018. صح كده. ما هو بعد بكره لسه يعني اعتقد مباراه الطلائع الاهلي بالذات ما اعتقدش يبقى في تغيير قبل مباراه الاهلي، حتى لو خسر مباراه الطلائع مباراه الاهلي لا لو خسر مباراه الطلائع ممكن تحصل مشكله طبعا. تحصل مشكله طبعا. اي نتيجه عكسيه هو بيلعب هيلاعب الاسيوطي زي ما هيلاعب الاهلي، هيلعب لعب ان عايز اطلع بنتيجه ايجابيه باي شكل بقى، على حساب اداء، على حساب. والكلام ده خلي بالك مش مظبوط. المفروض هو الاداء الاول، اداء اول، وبعد كده هي دي بتديك السبورت تعمل نتيجه كويسه. نعم. لكن انا مفيش اداء وبكسب على طول، لا مش هو ده اللي هتتركن عليه. لا خالص. مش نادي الزمالك مش نادي الزمالك ان يبقى منهجه اللعب التجاري. لا ممكن يبقى ماتش ابقى وحش فيه وما اديش كويس واكسب، ده وارد. زي النادي الاهلي ياما حصل كده، بيبقى وحش بس في مستوى ثابت بيبقى من اول الدور لغايه اخره. يعني النادي الاهلي من اول الدوري لغايه اخره مستواه في ماتشات وقع فيها، لكن يعني في شكل للفرقه. صحيح. في شكل للفرقه حتى لو هو وحش وبيكسب مفيش مشكله. لكن انا ما بقاش ان الشكل والطبع بتاعي هو اللعب التجاري. ما ينفعش. في ال3 ماتشات اللي فاتوا هو كده. يعني ما فيش حاجه، بكسب بالرغم من الفوز، لكن زي ما حضرتك بتقول فوز تجاري اكتر من هو. يعني هو فعلا تعبير جديد عليا في مجال الرياضه انه يكون فوز صحيح و3 نقاط. ممكن الجماهير فرحه، لكن كابتن احمد سامي يرى ان هو فوز صحيح ولكن لا جمهور مش يعني مش فرحان ولا حاجه. يعني الجمهور عادي يعني عادي. عارف انت نادي الزمالك لما بيأدي كويس ولو كسب او ما كسبش بيقول لك نادي الزمالك فرقه نعم بتدي امل في بكره في الماتشات اللي جاي. لكن انا لما يكون انا بقى بالاداء ده، لو انا اتركنت على الاداء التجاري ده وخسرت او تعادلت، ايه اللي هيحصل؟ صحيح. هتشنق كمدرب، لان انا ما اعتمدش على اللعب التجاري مع الفرق الكبيره ابدا. ما ينفعش. ما يصحش. يعني ما يصحش ان انا العب لعب تجاري مع فرق كبيره. لازم يبقى ليها شكل وليها سيستم وليها تحركات وتمركزات وشكل هجومي وشكل دفاعي. ما ينفعش اللعب ده مع نادي الزمالك طبعا. طب على الجانب الاخر الاسيوطي بقياده كابتن علي ماهر وشكله واضح يمكن ادى اداء طيب هذا الموسم لحد الوقت ده ولحد الاسبوع 16، هل الاسيوطي هيسير يعني هيكمل المشوار ولا سياسه النفس الطويل مش هيقدر ان هو يتابع؟ لا انا شايف ان الاسيوطي هو الحصان الاسود بتاع الدور الاولاني. وعلي ماهر هو يعتبر احسن مدرب هو حتى الان في الدور الاولاني هو ودي صبر. يعني شايف ان هم بامكانيات لعيبه مش نجوم قوي. قدر علي ماهر ان هو يبقى عنده 19 بونت لغايه دلوقتي، ويبقى مع فرق اعلى امكانيات ماديه واعلى امكانيات لعيبه واعلى يطلع فوقيهم في الجدول. يعني هو اكتر من الانتاج
واكتر من الداخليه واكتر من بتروجيت واكتر من الاتحاد واكتر من وادي دجله واكتر من نصر وزي الطلائع. يعني انا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس يعني علي ماهر. يعني بتمنى اكيد للاسيوطي بقياده كابتن علي ماهر. يعني انا عن نفسي لما بنلاقي في فكر مصري جميل وفي فكر مصري بيؤدي اداء طيب ونتائج طيبه، ده اكيد احنا كمصريين يعني نشجعه طبعا. يعني لصبر كل التحيه ليه وكل حاجه، لكن احنا اكيد المصريين ليهم وضع خاص عندنا، واكيد اللي احنا طبعا علي ماهر يعني ما اكيد. لا علي ماهر عندنا مدربين كويسين جدا، يعني عندنا مدربين كويسين، بس هم مشكله المدرب المصري في مصر ما عندوش التقل بتاع الاجنبي. يعني ايه؟ الاجنبي بيحسسوا معاه شويه، يعني بيدوا له فرصه وبيدوا له وقت وبيدوا له تدعيم وكلامه يعني ما فيهوش نقاش. لكن المدرب المصري شويه حته العشم فيه العشم وعشان خاطرنا والكلام ده بتبقى موجوده. فهي دي اللي عامله مشكله. لكن لو كل المدربين يتعاملوا زي الخواجات، الاحتراف بقى اللي احنا بنقول عليها يا كابتن احمد، لو في سياسه الاحتراف دي في التعامل مع كل فرد اجنبي مصري، انا ماليش دعوه بقى اللي قدامي ده لابس برنيطه ولا لا. مش في الدوري الممتاز، مش هتطبيها من فوق، طبيها من الناشئين من تحت. صحيح. عشان اللعيب يطلع متعلم يعمل ينفذ كلام مدربه ازاي. طبيها من النواحي الاداريه، ان انت كمدير اداري او مدير كوره او مدير او عضو مجلس اداره او رئيس نادي ما تتدخلش في اللي ما يخصكش. يعني تلاقيك المدير الفني هو اللي يقول. سياسه الاحتراف دي من الناشئين. صحيح. هتيجي تطبق لي سياسه الاحتراف من الممتاز ولا هيحصل حاجه. طالما اللي تحت مخوخ، اللي تحت مخوخ هيكون السيستم المفروض من الاول خالص. اللي تحت مخوخ خلاص مفيش اساس. صحيح. انا حضرتك يا ريت ده يحصل، ونتمنى اكيد اللي احنا ده نشوفه، ونشوف دوري المحترفين اللي احنا يعني بنسمع عنه بقالنا قد ايه يا كابتن احمد. دوري المحترفين اللي احنا بنسمع عنه احيانا يقول لك اتطبق اسما، لكن فعليا لسه كتير قوي. لما بس يعني عندها الناس، انا مش عارف الناس خايفه تطبق ليه الاحتراف. انا ما اعرفش، مش عارف يعني ما اعرفش خوف من ايه. يعني انا لو راجل مسؤول اعمل السيستم واشتغل فيه ان انا اطبق الاحتراف. والنادي اللي معهوش قوه ماديه ان هو يبقى من نادي المحترفين ايا كان، لا ينزل من على الصف. لان هو عشان تعملي دوري ممتاز ليه سعر اعلى من كده 10 اضعاف، لازم يبقى دوري فيه دوري محترفين واحتراف بمعنى الكلمه. صحيح. من تحت لفوق، مش من فوق لتحت. نتمنى ده اكيد كابتن احمد. لكن خلينا نشوف زي ما اتكلمنا على مباراه نادي الاسيوطي والزمالك، نتكلم على مباراه الاهلي وبتروجيت واللي انتهت لصالح النادي الاهلي ب3 أهداف نظيفه. وليد سليمان وعبد الله السعيد طبعا كان لهم هما كلمه السر في هذا اللقاء. وليد سليمان واداؤه في هذا اللقاء، كيف ترى هذا اللقاء بالنسبه لوليد بالتحديد؟ اشمعنى وليد يعني؟ لان كان اداؤه متميز، كان واضح. لا وعبد الله سعيد كان كويس جدا. عبد الله كويس كان جدا. يعني وليد يعني منه بقالي فتره برده مش بشوفه يعني بالمستوى. وليد لعيب كبير. وليد لعيب من اللعيبه الكبيره اللي صعب تلاقي وسط مهاجم او طرف مهاجم بيهاجم زي ما بيدافع. وليد عنده الميزه دي. في هذا اللقاء كان في شد جامد، على عكس بقى لما شفنا المؤتمر الصحفي كان خلاص يعني حس ان هو اطمئن لهذه النتيجه. هو كان طبعا الكابتن حسام طبعا مش متعود ان النادي الاهلي يؤدي اداء اللي هو الفاتر ده في الفترات دي. لكن الشوط الثاني بتاع ماتش بتروجيت رجع الاداء بتاع النادي الاهلي والقوه بتاعت النادي الاهلي، سواء من نص الملعب او تحركات التكتيكيه لاطراف او عبد الله سعيد. وبرضو ازارو كان استغل سرعته. لو موضوع الفينش بتاعه زي ما بيستغل كور مرتده وبيقطع مسافات طويله بال20 30 يارده، وفي الاخر الفينش بتاعه وحش، لو يشتغل على الموضوع ده هيبقى من الرصاد حربه اللي هتبقى مميزه جدا في مصر. طيب بالنسبه لبتروجيت، الجانب الثاني كان بتروجيت وهزايم متتاليه، 3 هزايم لكابتن محمد يوسف. يعني هل بتروجيت بدانا برضه، مع ان هو حتى الان بتروجيت بيحتل المركز الثاني 10، يعني ما فيش قلق عليه، بس اعتقد ان هو لديه طموح اكتر من هو يكون فقط ان هو في المنطقه الدافئه. انا شايف يعني كابتن محمد يوسف مدرب ده مسك نادي الاهلي وخد بطوله افريقيا، يعني راجل مدرب ليه اسمه وعمل شغل كويس سواء في العراق او في مصر مع النادي الاهلي. انا شايف ان اصل المشكله بتاعت بتروجيت السنه دي ان هم دعموا بلعيبه، يعني مش زي السنين اللي فاتت ان هم كانوا بيعتمدوا على اشخاص معينه موجوده وباسعار ليهم سقف. انا شايف ان هم بدعموا بباك ليفت جايبينه ب2 مليون جنيه وسالم وجعفر، ويعني في لعيبه ولاما من انبي كان محترف بره. يعني انا قصدي يعني ايه، كان اعاره بره من انبي.
يعني شايف ان هم مدعمين، واسلام جمال من الزمالك يعني شايفين انهم مدعمين بشكل كويس. كانت بتهيألي الاداره يعني مستنيه ان يحصل طفره في الاداء والتيب في الجدول اكتر من كده، هي دي اللي مسببه ازمه شويه. لكن انا شايف ان يعني هم لغايه دلوقتي ماشيين بشكل مش كويس، بس ما ربنا يسهل الدور الثاني نظبطه. لقائهم القادم امام الانتاج، لقاء بتروجيت والانتاج في يعني الاسبوع لقاء السابع عشر، متكافئ متكافئ بين الاثنين. هنشوف ايه اللي هيحصل برضو بين الفريقين في الاسبوع ال 17، لكن احنا لسه المباريات ما خدناش. الداخليه وسموحه كانت النهارده، والجيش كمان، ولسه الجيش كان انتهت 0-0 بين الفريقين. هل دي نتيجه متكافئه بين الداخليه وسموحه؟ لا مش متكافئه طبعا. داخليه كابتن علاء بصراحه امكانياته قليله جدا، وهو سبحان الله هو لايق على الداخليه، يعني بيعمل شغل معاهم يعني كويس جدا. حتى يوم ما سابهم الداخليه وقعت وكان بينافس على الهبوط، فهو رجع لهم السنه اللي فاتت قعدهم في الدوري، والسنه دي باقل الامكانيات. حضرتك بتقول ان مفيش تكافؤ بالنسبه للامكانيات بين الفريقين ولا بالنسبه للمستوى الفريقين؟ لا بالمستوى وكل يعني كابتن علاء بالامكانيات القليله دي يقدر يتعادل مع سموحه ويجيب لبناط دي، يعني الداخليه عنده زي بعض زي بعض نفس المواصفات. بس هي دي نتيجه ايجابيه بالنسبه للداخليه، وبالنسبه للكابتن علاء بصراحه عامل معاهم شغل، وال 18 نقطه اللي جايبهم دي يعني مفاجاه من اول السنه ان هو بيعمل ماتشات بشكل كويس جدا. نتمنى الاستقرار لفريق الداخليه، يعني ما يحصلش بقى فيه اي دروب اي حاجه، نبدا نلاقي التغييرات. نتمنى ان يكون الوضع، لان فعلا الاستقرار عامل كبير جدا في التعديل. حتى لو في بعض الاخطاء ممكن المدير الفني يستطيع ان هو يبدا يعدل ويبدا يظهر بشكل جيد. المدرب الناس الادارات فاهمه المدرب، يعني ده معاه عصايه يقول يمين يمين شمال شمال، لا الموضوع عايز وقت. كل ما الوقت طال مع المدرب مع اللعيبه بيبقى ودنهم مع المدرب بس. طول ما الموضوع كله ان عارفين ان المدرب فاضل له ماتش او ماتشين ويمشي، ما يبقاش فيه استقرار وهيمشي في الاخر، طالما الايحاء او الناس مصدره ان ما فيش استقرار. صحيح. طب مباراتنا الاخيره الوقت يعني جري معانا بسرعه، المقاولون وطلائع الجيش، وفوز طلائع الجيش. طب احنا بنختم بيها مع حضرتك بطلائع الجيش، ايه رايك بقى؟ لا ده الجيش ده انا مبسوط جدا. انا قلت اختم بيها مع حضرتك. لا النهارده عملوا نتيجه ايجابيه ومبروك ليهم. النهارده عملوا ماتش كويس جدا مع المقاولين. السنه دي ماشي بشكل كويس وبينافس على المربع الذهبي. بصراحه الجيش عمل ماتش كويس جدا النهارده. شخصيا استمتعت بيها مع حضرتك، كان فيها تقريبا تحليل لمختلف المباريات اللي تم لعبها في الاسبوع السادس عشر. خلاص احنا بننتظر مباريات الاسبوع السابع عشر يوم الخميس، هتنطلق 4 يناير. كل سنه وحضراتكم طيبين. الدوري متصل كابتن احمد، مفيش راحه يعني من ده لده لده. بس انا فاكر كده في ضغط، بس يمكن السنه دي هيكون اكتر عشان عايزين نخلص في شهر 5، وبرده ظروف عشان كاس العالم، فده هيكون ليه تاثير. السنه الجايه ان شاء الله يتداركوا الموضوع ده ونبدا بدري شويه. اكيد، ما هو السنه دي ما بدأناش بدري برضو، غصب عننا خلصنا بدري السيزون. انتهى بدري متاخر، بس لازم اللعيبه تتعود على كده. تتعود على كل 4 ايام ماتش او كل 3 ايام ماتش، يعني يبقى حته فتره الاعداد تبقى مقدسه للانديه. يبقى ليهم الوقت الكافي ان هم يركزوا فيها، لان بعد كده مش هيبقى عندك فرصه، لان الماتشات هتبقى مضغوطه. صحيح. فانت تدي الايحاء وتدي الجدول طبعا برجوع الجمهور، ويبقى لجنه المسابقات تعرف تحط جدول من اول السنه لاخر السنه. دي هتساعدك كمدرب انت توزع احمالك ازاي، وتشوف فتره اعداد وماتشات وديه قد ايه، وتستعد ايه، وتشتري قد ايه. فدي حته انتظام الجدول يفرق مع الانديه في استعداداتها. حضرتك حاسس ان ممكن نشوف الجمهور في الدور الثاني في الدوري؟ انا شايف انا سامع ان في ناس معترضه ان الجمهور يرجع. الناس اللي معترضه في ناس لا في انديه معترضه. انا سمعت كده قريتها والله ما عارف. قول لنا المعلومه جديده. الانديه والله انا قريتها بس مش عارف قريتها فين، وانا يعني على موقع او حاجه زي كده ان في انديه رافضه للجمهور. خلاص اتعودنا بقى. لا اكيد انديه المؤسسات اللي هي من غير جمهور اصلا. لا اكيد طبعا الجمهور يعني دايما نقول هو الداعم الرئيسي لكره القدم، وكره قدم بدون جماهير ملهاش معنى. لا الدوري هيبقى بفلوس كتير قوي لو بجمهور. يعني شوف احنا بفلوس بفلوس كتير جدا. لو في بقى زي ما بنشوف الدوري الانجليزي كده كل ماتش المدرجات مقفوله، طبعا تفرق كتير في حته التسويق يعني.
يا رب كل الخير للرياضة المصرية وكرة القدم المصرية. 2018 أحسن وأفضل، 2017 لا خلاف عليها، حققنا حلم بقالنا 28 سنة نفسنا فيه، فيعني لا خلاف إن 2017 بالنسبة لكرة القدم محمد صلاح كمان، محمد صلاح ختم النهارده. ده لسه محمد صلاح ليه فقرة معانا النهارده، أكيد هنتكلم باستفاضة عنه، عن لقائه النهارده. النهارده أحرز هدفين، يعني أصبح عنده 17 هدف، دايما في تميز وتألق كابتن محمد صلاح. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. دايما نقول عليه، دايما كل ما نجيب صورته نقول يعني نطلب من كل الناس بس يدعوا له ربنا يحفظه ويحميه، لانه فعلا ثروه قوميه لمصر وقيمه كبيره جدا لمصر خارج الاراضي المصريه. كابتن احمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، شرفتنا نورتنا، كنت ضيف عزيز علينا. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. 2017 خلاص ساعات وبنقول له باي 2017. شكرا ليك واهلا 2018. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الفقرة القادمة كابتن إيهاب جلال مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، كل الموضوعات الخاصة بهذا المركز هنتحدث معه باستفاضة، انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا اللقاء الخاص مع مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الاهلي كابتن ايهاب جلال. لو تحدثنا عن حراسه المرمى فانه مركز خاص يختلف عن مختلف المراكز في المستطيل الاخضر، فوجود حارس مرمى داخل المستطيل الاخضر عنصر يعني ليه قيمه مختلفه عن كل اللاعبين. ما ينفعش العب مباراه ما فيش حارس مرمى للفريق، ممكن يكون اي لاعب ناقص في اي مركز ناقص زملائه يعوضوه، لكن حراسه المرمى لا، خط احمر. حراسه المرمى اللاعب الوحيد اللي ممكن يكون عمره فيه مختلف عن بقيه اللاعبين داخل المستطيل الاخضر، ممكن يكون عمره كبير، ما فيش اي مشكله، بالعكس ده كل ما ازداد عمره كل ما كان خبره. وعندنا اكبر مثال طبعا كابتن عصام الحضري. لو اتكلمنا عن هذا المركز بالتحديد، لا يعني فعلا يعني يحتاج اوقات كتيره جدا، لانه قلنا المراكز اللي هي مختلفه ولها وضع خاص. ده اللي هنعرفه اكتر النهارده مع ضيفنا الكريم كابتن ايهاب. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب، ويا رب يكون 2018 سنه سعيده على حضرتك وعلى اسرتك وعلى كل المصريين ان شاء الله، وكل سنه وانت طيبه، والشعب المصري كله واسره البرنامج كلها بخير، وسنه سعيده ان شاء الله 2018. هل تتفق ام تختلف معي على ان هذا المركز بالتحديد له وضع خاص داخل المستطيل الاخضر؟ طبعا كلام حضرتك كله مظبوط. النادي حارس المرمى مهم جدا، ويمكن مهمته كبيره جدا في الفريق كله، ان هو يمكن النسبه الاعلى يكون 50% من نتيجه المباراه ممكن تعتمد على حارس المرمى. نعم. فمهم جدا يكون حارس المرمى جيد، بالذات لما يكون بيلعب مع فرقه كبيره زي فرقه كبيره في العالم او في مصر. وزي ما حضرتك قلتي، يمكن الحارس المرمى هو اللي بيقعد نسبه اكبر في الملاعب، ممكن تعدي سنه فوق ال 40 دلوقتي بالنسبه زي عصام الحضري او كده، وفي كتير جدا في العالم كله طبعا في حراس مرمى كبار زي بوفون مثلا، عنده 39 سنه دلوقتي، داخل على 39 سنه، فبيزداد خبره وبيزداد طبعا لمعان اكتر، وبيشيل الفرقه، والفرقه عندها ريسبكت عليه، يعني عندهم ثقه فيه يعني. فده مهم جدا ان حارس المرمى يكون عنده خبره، وما فيش مشكله خالص في السن المتقدم بالنسبه له يعني. كابتن عصام الحضري، نقدر نقول ان هو تجربه فريده صعب تكرارها؟ صعب تكرارها، انها مش مستحيله. ليه؟ ان عصام الحضري اي لعيب او اي حارس مرمى يحافظ على نفسه، يتمرن كويس، يسمع كلام المدرب، يبقى ملتزم، مواعيده ملتزمه. عصام الحضري ملتزم جدا في المواعيد، انا مرنته وكن قبل التمرين بساعه يمكن يكون موجود في الملعب، وتحت الشمس او في الحر او في الشتاء، في اي وقت بتلاقيه موجود يعني. هي مش مستحيله، إن هي ممكن لن تتكرر، انما مش مستحيله، انما لازم الاول اللاعب او حارس المرمى يكون محافظ جدا على نفسه، يحافظ على مستواه، يسمع كلام المدرب، ينام بدري، كل المهام المخصصه ليه انه يحصل انه يبقى حارس جيد لازم يعملها. مش اي كلام ولا
يسمع اي حد وبتاع، لا خالص كده، عمره ما هيكمل. يعني كل حاجه هو مخصص حياته كلها لكره القدم. عشان كده احنا شايفينه ان هو عنده 45 سنه دلوقتي. هيكون اكبر لاعب في كاس العالم. طبعا هيكون في كاس هيكون أكبر. كاس العالم، يعني احنا هياخد هناخد انفراد في كاس العالم. اكبر لاعب عندنا طبعا. هيكون طبعا. ودي على فكره مش عيب، بالعكس دي ميزه، يكون حارس مرمى منتخب مصر ليه هذا الكم الهائل من الخبره زي كابتن عصام الحضري. هيعطي الفريق ثقه، يعني في ثقه في الملعب أكيد لكل اللاعبين، واحنا حتى كمشاهدين ومتابعين احنا مطمنين، يعني هو بيحرس منتخبنا حاسين بامان، يعني طبعا. في فرق، وده يمكن شفناه في كاس الامم الاخيره. هو عمل مباريات كويسه جدا في الامم افريقيا وتصفيات كاس العالم، وانا شايف ان ده يعني حاجه كويسه ليه ان هو يلعب كاس العالم، وده حقه، ومحدش يقدر يلوم على اي حد انه يلعب عصام الحضري عشان كبر سنه يعني. انما انا شايف ان هو الوحيد اللي هو يعني اللي ليه الحق ان هو يلعب كاس العالم. كبر السن، ادام اللاعب محافظ على نفسه ويتساوى فنيا وبدنيا مع اللاعب اللي هو اقل منه في السن، يبقى ده ميزه، لانه طبعا بيمتاز بالخبره بقى الكبيره جدا اللي عنده في الفترات اللي خاضها فيها منتخبنا، يعني ما شاء الله عليه، يعني برضه يعني ما شاء الله ما شاء الله، ندعي ربنا يحفظهم كلهم ان شاء الله. خلينا نشوف كابتن الهلال، وخلينا نستفيد من خبره حضرتك. حضرتك ليك تجربه في الخارج تحديدا في المانيا، خلينا نستفيد منها ونرجعنا تاني لهذه التجربه، ونقدر نطبق اللي استفدته من هناك، نقدر نطبقه ايه هنا في الدوري المصري. بص حضرتك، بالنسبه لحراس المرمى او اللعيبه عموما يعني الاوروبيه، مفيش فرق خالص بيننا وبينهم خالص، انما الفرق الوحيد بس هو التركيز والالتزام، ده مهم جدا. يعني انا بشوف جدا لعيبه مصر كتير بنسمع عنهم او بنقرا في الجرايد ان هو سهران في حته او ما بينامش بدري، واكثر اللعيبه في مصر للامانه ما حدش بينام بدري، وده حاجه مش كويسه. يعني النوم بدري ده اهم جدا بالنسبه لك. بدري دي الساعه كام؟ هي بدري دي ممكن تختلف من لاعب لتاني. لا، ممكن حضرتك تكون اخر حاجه في البيت تكون الساعه 11، يعني في اوروبا في المانيا كان المدرب يقول لنا الساعه 11 يكونوا في البيت، تنام بقى 11 تنام 12 تنام 1 على حسب ما انت بتعود تنام. لو انت ما تكونش خارج البيت بعد التوقيت ده، بعد 11 ما فيش حد يكون في خارج البيت، ده مهم جدا. وانا اعتقد ان في لعيبه كتير جدا في مصر ما بيعملوهاش. انما الفرق بيننا وبين الاوروبيين هو الحته ديت، والتركيز الشديد جدا في التدريب، اللي هي العامل النفسي للاعب، اللي هي يعني ازاي هو يقدر، هو عارف هو بيعمل ايه، ده شغله، يعني ما يقدرش يشتغل حاجه تاني غير الكوره، فلازم يحافظ جدا على الحته ديت. يعني على سبيل المثال محمد صلاح يمكن من احسن واحد دلوقتي في انجلترا، يعني انا شايف ان هو احسن لعيب في انجلترا، مش عندنا في مصر، يعني ان هو ملتزم جدا. عارف الناس دي، هو اصلا محمد صلاح من هو اصلا وهو صغير، من هو بيلعب في نادي المقاولين العرب، هو ملتزم وكان لعيب كويس، فالالتزام ده ساعده جدا. ودايما بتشرف مصر، ودايما رافع اسهم مصر وعلم مصر في مختلف المحافل الرياضيه. ان شاء الله. هل ترى ان اكرا الشهر في يوم 4 خلاص يعني القادم هيكون محمد صلاح ان شاء الله على منصه التتويج؟ احنا نتمنى طبعا، ولو في عدل بصراحه في الجائزه الافريقيه دي لازم محمد صلاح ياخدها. ليه؟ اولا هو وصل مصر كاس العالم يعني مساعده زملائه طبعا، انما كان ليه الفضل ان هو يوصل مصر كاس العالم محمد صلاح. ركله الجزاء الاخيره دي لو ما جاتش يعني كان هيبقى في كلام كتير بقى خالص، كنا هنستنى مباراتنا في غانا ويا عالم كنا كسبنا، كان هيبقى في مشكله كبيره بقى في حسبة بيرما طبعا. وهداف الدوري الانجليزي لغايه النهارده، يعني لغايه ما يوصل يوم 4 هو هداف الدوري الانجليزي، فانا شايف ان هو اللي الطبيعي جدا يعني يتفوق على زملائه. طبعا لازم ياخدها الامانه يعني، واحنا نتمنى كده، وان شاء الله الشعب المصري كله بيدعي له ان هو ياخدها. هل جائزه ايضا افضل مدير فني مستر كوبر هو الاقرب ايضا في الفتره القادمه لاختياره؟ جائزه افضل منتخب المصري النادي، بس هل ممكن احنا ناخد الجوائز كلها؟ اعتقد صعب، حتى سياسيا بقى بلاش بقى، لو فنيا خلينا واقعيين، لو فنيا يستحق سواء النادي الاهلي سواء كان كوبر سواء كان طبعا صلاح، حتى ده هم حجبوا اللاعب المحلي. كان مرشح كابتن احمد فتحي من مصر، وكان مرشح ايضا معلول من نادي الاهلي، لكن تم حجبها هي والتحكيم. احنا مش عايزين ناخد اي حاجه غير محمد صلاح الامانه، يعني انا بالنسبه لي انا عايز محمد صلاح ياخد الجائزه، لان
كانت بعيده جدا من ايام الكابتن الخطيب، ما حدش خدها. فانا يعني بصراحه محمد صلاح يستاهل يعني الامانه، صحيح. صحيح. هو الوحيد اللي يستاهل يعني. نتمنى لك التوفيق كابتن محمد، سواء كان في هذه الجائزه او في الدوري الانجليزي، او هنشوف مشوارك هتختاره ايه. بس طبعا الفتره الشتويه دي اعتقد صعب ان هو ينتقل، هيستمر مع ليفربول. يورجن كلوب مش هيسيبه اعتقد نهائي، هو متمسك بيه. لكن ممكن يكون في كلام بعد نهايه السيزون بين الدوري الانجليزي، هيروح الدوري الاسباني، هل هنشوفه في ريال، هنشوفه في برشلونه، هل هيستمر في ليفربول، هينتقل لنادي اخر في انجلترا. كل ده هنعرفه خلال متابعتنا ليكم على مدار الايام القادمه ان شاء الله. ايضا كان ستوك سيتي النهارده فريق رمضان صبحي في الدوري الانجليزي بيلعب، لكن اتهزم من تشيلسي 5-0 هزيمه. بس انا 5 و6 بقى ما عادتش غريبه بالنسبه لي لا خالص. في الدوري الانجليزي انا اول ما تابعته كنت بشوف ال5 و6 كان الواحد بيستغرب، لكن دلوقتي لا، انا اعتقد انها بقت اصبحت نسبه التهديف عاليه جدا في الدوري الانجليزي. هي بقت عاديه جدا دلوقتي في الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه كتير، يعني بيبقى بيحصل الموضوع. كان برضو برشلونه مره كسب ريال مدريد 6 يعني ما فيش مشكله. هي الغريبه في مصر، الغريبه في مصر بتاع 6 بتاع طنطا، ماتش طنطا والمصري دي اللي كانت يعني فيها والاسماعيلي كسب الرجاء ب5 برضه، كان سكور عالي قوي، فبالنسبه لنا بنتخض كده. انما 5 و6 مش في اوروبا ما فيش مشكله فيها، لان اللعب مفتوح، كله عايز يكسب. احنا هنا في مصر اللعيبه بتدافع كتير، والمدرب اما اكون انا مدرب والاقي فرقه بتلعبني مدافع انا ببقى متضايق، يعني مش عارف العب، بيبوظوا لي اللعب بتاعي. انما انا شايف ان في اوروبا الموضوع ده بسيط جدا وعادي جدا، في الشامبيونز ليج، في الدوريات اوروبا كلها ما فيش مشكله خالص يعني. طبعا بنتمنى لكل يعني اللاعبين المصريين المحترفين خارج مصر التوفيق في الفتره القادمه. يعني زي ما قلنا دايما هم بيكونوا سفراء للرياضه المصريه، اي شخص بيمثل مصر او بيعمل خارج مصر فهو ممثل لبلده، عشان كده اكيد نتمنى لهم التوفيق. خلينا نرجع مع كابتن ايهاب مره ثانيه على حراسه المرمى وتجربته في المانيا. واولا هي جت التجربه زي حضرتك اللي قررت السفر لالمانيا، ولا هل كان في، خلينا نرجع كده في البدايه مع حضرتك، ولا كان في توأمه مثلا مع معايشه مع حد، يعني ايه؟ بص حضرتك، انا من وانا عندي 11 سنه وانا في النادي الاهلي بلعب وانا صغير كده. وبعدين زمان كان في احنا بنروح المانيا وهم يجوا لنا، يعني كان بيمرنا ساعتها الكابتن عادل. كان في الناشئين، كنا في الناشئين الاول. ده دلوقتي في الناشئين، ودي يعني حاجه موضوع صعب جدا. الموضوع بقى صعب جدا. ليه احنا سافرنا مع الناشئين في النادي الاهلي حوالي 3 مرات المانيا ورومانيا، فكان الموضوع سهل. ده دلوقتي عشان الارهاب والكلام ده بقت في موضوع صعب، الموضوع صعب جدا يعني. بقى اي حد حتى اللي بيتاجر مثلا عشان يروح يتاجر يجيب حاجات من بره. طب ما اتلتيكو مدريد معانا هنا النهارده وبتعمل مباراه طيبه جدا مع النادي الاهلي بكل نجومها على فكره. اتلتيكو جايه يعني ليه نقول كده؟ بالعكس، ده هي المباريات دي كره القدم اصلا الهدف الرئيسي حتى خارج المستطيل الاخضر هو الهدف الرئيسي لها هو نشر السلام. صحيح. والتقارب بين الشعوب. ليه الموضوع اعتقد ان هو مش داخل في الزاويه مش عارف ليه، لان احنا زمان كان لينا الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، كان هو اللي بيقدر يعمل الحاجات ديت. كانت النادي الاهلي بيعمل الحاجات دي. هل الناحيه الماديه ممكن يكون لها دور؟ اعتقد كده، لان زمان برضو كانت الفرق السعر العمله والحاجات دي كان احنا اعلى، يعني احنا كنا اعلى من دلوقتي بكتير. صحيح. يعني انا فاكر انا كان معايا مثلا 100 جنيه خدت منهم 300 مارك مثلا. يعني كانت الجنيه ب3 مارك. دلوقتي شوفي اتقلبت ازاي الايه. فطبعا عامل العمله طبعا وعامل الماديات طبعا فرق كبير جدا. حتى مع المنتخب مصر الكبير مش قادر يعمل مباريات عشان فرق العمله. يعني العمله صعبه، يعني الموضوع صعب يعني. انما زمان فهنخش في الموضوع ان انا كل ما اجي اكلمك عن المانيا ندخل في موضوع تاني بقى. المانيا مش مكتوبه النهارده. خلينا بقى نتكلم عن المانيا. فكنا بنلعب هناك، كنا بنروح نلعب ولعبنا ماتشات كتير جدا. كنا مع الكابتن عادل طعيمه، وانا احييه طبعا ان الراجل ده ليه معزه خاصه عندي. وكنا بنلعب هناك، فالواحد حب اللعب في اوروبا والكلام ده. ورحنا رومانيا لعبنا مع رابيط بوخارست، كان اول الدوري وكان بيلعب في الشامبيونز ليج. وكنا فرقه كويسه، كان دفعتي حسام وابراهيم ومحمد سعد فكنا فرقه كويسه جدا. فالمهم لعبت طبعا على مستوى الناشئين كلها في النادي الاهلي. وبعد كده لعبت الدرجه الاولى، طبعا لعبت مع الكابتن ثابت والكابتن اكرامي والكابتن شوبير. وطبعا الكابتن خطيب لحقته طبعا شويه في الاخر. فطبعا لعبت في النادي الاهلي ومشيت، رحت لعبت في النادي الاسماعيلي سنه 92 سنه واحده. وبعد كده رحت مسافر المانيا، لان انا برضو زوجتي المانيه.
فكنت قبلها كنت هنا متجوز يعني، وبعد كده قلت اروح العب في المانيا يعني. هاي. فرحت سنه 96 تقريبا. لعبت حوالي 7 سنين. وبعد كده مرنت سنتين. وعملت طبعا الرخصه بتاعت التدريب في المانيا، وكان معايا كتير، كان معايا كلينسمان، وكان معايا يواخيم لوف اللي هو مدرب منتخب المانيا دلوقتي، وكان معانا ناس كتير جدا من الدوري الالمانيا، ومعانا كان معايا كمان كابتن منتخب امريكا اللي هو في 94. حتى انا سالته انت ايه اللي جابك انت راجل امريكي؟ قال له لا، قال لي اصل انا امي المانيه وابويا امريكي، فجيت اعمل الرخصه هنا، فكانت حاجه كويسه جدا. و فيعني انا خدت بصراحه خبره كبيره جدا في اللعب هناك والتدريب. انا مرنت سنتين، والرخصه اللي انا خدتها دي واخد الرخصه بي طبعا من المانيا، فبتدي لك ثقه وشغل مختلف تماما. وانا طبعا على طول بروح عشان اجدد الرخصه كل سنتين في المانيا. فين حضرتك دلوقتي؟ نعم. حضرتك فين دلوقتي؟ لا لسه ما فيش حاجه. مستقر يعني، مش ما بين مصر والمانيا ولا؟ بالظبط كده. بس لسه ما فيش، لسه يعني ما رحتش، لان كنت ماسك السنه اللي فاتت 97 في الشباب في النادي الاهلي. لان جابوني، لان كنت هطلع الدرجه الاولى مع مارتن يول قبل ما يحصل مشكله ان هو ويمشي. فجي طبعا الكابتن حسام بالجهاز بتاعه مسك. فربنا يسهل ان شاء الله، نشوف الايام الجايه هيحصل ايه يعني. طيب من خلال خبره حضرتك ورؤيتك ومتابعتك اكيد بقى سواء للدوريات الاوروبيه او الدوري المحلي، ايه اللي ناقصنا هنا في هذا المركز؟ ويعني بشكل عام ايه اللي انت عايز، حاسس ليك فكر عايز تضيفه في الفتره القادمه للرياضه المصريه وبالتحديد كره القدم؟ انا شايف، بص حضرتك، لحراس المرمى بالذات، يعني نتكلم عن حراس المرمى. انا شايف ان حراس المرمى ما فيش عندهم ثبات المستوى. ده مهم جدا. انا لما اجي بشتغل انا بشتغل على ثبات مستوى. ده مهم جدا بالنسبه لي انا كمدرب. تمام. ان حارس المرمى يبقى مستواه ثابت طول الموسم وخلال المباراه 90 دقيقه. ده مهم جدا بالنسبه لي. انما انا شايف كتير جدا من الحراس المرمى في مصر مره شويه فوق، مره نص، مره فوق، مره تحت. ده نتيجه ايه يا كابتن؟ ده في خلل في منظومه التدريب نفسها. او لا، انا مش قصدي يعني كله بيتمرن كويس وكل حاجه، انما ممكن يكون الخلل من عند حارس المرمى نفسه. ما بينامش كويس، ما يعني ما بي مش مهتم، ما بيركزش في خلال ال 90 دقيقه في المباراه، ما بيركزش في التدريب، لانه هو لو ركز في التدريب هيركز في المباراه اوريدي. لان يعني زي عصام الحضري كده تلاقيه في التمرين مركز جدا وماشي كويس جدا. فعشان ده علاجه ايه ده؟ لا، علاج اللاعب نفسه او الحارس مرمى نفسه هو لازم يكون عارف هو بيعمل ايه وعاوز ايه. انما انا بشوف يعني انا مرنت في انبي، ومرنت في حرس الحدود، ومرنت في شباب الاهلي وناشئين الاهلي. انا شايف ان ومنتخب مصر مرنت. انا شايف ان في بالنسبه لشريف، لانه هو مش ضامن ان هو هيلعب او مش هيلعب حسب الفتره الاخيره ما شفناها في مباريات الدوري. بالظبط. وانا شايف برضو يعني الشناوي ماشي كويس، يعني ماتشات اللعبه كان ماشي كويس فيها جدا. فانا بقول يعني شريف اذا كان عاوز يخش منتخب لازم يلعب، لان من غير اللعب انا شايف ان هتبقى الفرصه قليله جدا بالنسبه لي. طيب خلينا نشوف يعني ايه اللي حصل له في الفتره الاخيره، ايه الدروب اللي حصل اللي خلى العلاقه تحدث بينه كده وبين كابتن حسام البدري، وبدا ان هو يعتمد على العناصر الاخرى او على الحارسين الاخرين سواء كان الشناوي او احمد عادل شفناهم. هل دي سياسه تبديل وتغيير برايك، ولا سياسه عدم اقتناع زي ما قلت لا ان كابتن شريف مستواه بدا ان هو يعني ممكن يقل عن الاول؟ اللي حصل المشكله كلها اللي حصلت ان النادي الاهلي كان محتاج بطوله افريقيا. هي دي النقطه، دي النقطه المحوريه اللي ممكن نتكلم فيها. ايه اللي حصل للنادي الاهلي او بالنسبه لحراس المرمى؟ هي بطوله افريقيا. النادي الاهلي محتاج بطوله افريقيا. ممكن حارس يتحمل مسؤوليه البطوله؟ فين خط الدفاع كله؟ بص حضرتك، انا كمدرب ما اقدرش اقول الحارس المرمى ده هو اللي خسرني. انا ما اقولش كده يعني. انا كمدرب حراس مرمى انا ما اقولش كده. انما انا اقول كفرقه تيم. انما اللي بيحصل دلوقتي واللي حصل بالنسبه للايام اللي فاتت دي او الشهر اللي فات او من بعد بطوله افريقيا، ان النادي الاهلي كان يعني كل الكلام دوري وكاس الاهلي كده بياخده، لان الاهلي احسن فرقه في مصر وكده بياخد دوري وكاس. ده ما فيهاش كلام. انما المشكله كلها ان انا عاوز اخد بطوله افريقيا. اخدها ازاي؟ باي حال من الاحوال. الناس كلها حطت في بالها ان شريف اكرامي هو السبب
في ضياع بطوله افريقيا. انا شايف مش كده، يعني انا كمدرب حراس مرمى ما اقدرش اقول حارس المرمى هو اللي ضيعني، ما ينفعش يتقال كده، لان انا ما بلعبش تنس. صحيح. انا بلعب مع فرقه في تيم كامل. انما الناس طبعا بتاخد باخر حاجه. يعني اخر حاجه هو يقول لك ده شريف. فطبعا الكابتن حسام البدري استبعده من الحسابات، لان بطوله افريقيا كده كده خلاص خلصت وخسرنا وما رحناش كاس عالم. فهي دي المشكله اللي حاصله دلوقتي بالنسبه لشريف اكرامي. نعم. وانا شايف ان شريف اكرامي مصدوم في الحته دي، لان برضو الراجل عمل لنا مباريات كتير جدا كويسه، ووصلك في حتت كتير جدا. ما كان سبب في مباراه زي ما بنقول، قدر بعد كده ان هو يرجع تاني وفعلا ادى اداء طيب وكان سبب لفوز. بالظبط كده. انما انا ما بعدوش، او انا يعني انا بتكلم عن نفسي انا كمدرب ممكن اعمل ايه. انما انا ما بعدوش، انما ممكن العب ادخل الشناوي وادخل احمد عادل وادخل شريف، ما فيش اي مشكله خالص، يبقى انا كسبت الثلاثه. انما انا يعني انا مش عاوز. هل ينفع في مسابقه الدوري انوع بين الثلاثه؟ ممكن لو الثلاثه كويسين، ليه لا؟ انا كنت في الحرس، انا كنت عندي 3 حراس مرمى. ونرجع نقول فين الاستقرار؟ يعني النهارده الاقي الشناوي، بكره الاقي احمد عادل، بعده الاقي بس لو ما شفتهاش. لا مش قصدي يعني مثلا ايه، بيبقى غصب عنك يعني في ايه. مثلا يعني زي شريف اكرامي مثلا ممكن يقعد شويه يلعب الشناوي ماشي كويس جدا، مفيش مشكله خلاص. ما هو ماشي، لا قدر الله ما حصلش اصابه اي حاجه ما بيتغيرش. الشناوي في الفات دي كان اتصاب شويه، صحيح. جه احمد عادل لعب شويه كويس. فانا بالنسبه لي كمدرب انا بحب جدا يكون الثلاثه عندي كويسين، ده مهم جدا بالنسبه لي. ما هو اللاعب عايز يلعب يا كابتن. كويس. انا كويس، بس انا عايز العب. بس انا يعني بص حضرتك، انا تمام جدا، بس لما اللعيب او عندي 3 حراس مرمى عارفين ان هم الثلاثه كويسين وبياخدوا شغلهم كويس جدا، وواحد فيهم ما لعبش، عمره ما هيقول لا، يعني عمره ما هيزعل، جاهز هيبقى يعني جاهز بلغه الاعلام ستاند باي في اي وقت ان هو ينزل، عشان لما ينزل يبقى كويس خلاص يأدي. دي مهمه جدا. انما لو زعل بقى واتقمص والكلام الفاضي دوت ويجي يلعب هيبقى وحش جدا. فانا يعني انا جربتها جدا، كنت في انبي كان معايا 3 حراس مرمى، لما كان في الحرس كان معايا 3 حراس مرمى، الثالث والثاني لما بيلعبوش والله ما حد كان بيزعل، مفيش مشكله خالص. انما اللي انا شايفه دلوقتي في مشكله. يعني ايه هي المشكله؟ ان شريف اكرامي عايز يمشي، ولا النادي الاهلي عايز يمشيه، او عاوز يستقر ويقعد، يبقى لازم يلعب عشان يخش التشكيله بتاعت المنتخب. هي دي النقطه، ولازم شريف اكرامي لازم هو اللي يعملها. هو خد فعلا القرار، بس لسه مفيش حاجه رسميه صدرت، يعني مفيش حاجه كلها يعني تكهنات وتنبؤات او اجتهادات، لكن مفيش حاجه لسه رسميه. لكن اعتقد ده اللي هيكون الاتجاه في الفتره القادمه. الكابتن شريف اكيد بنتمنى له التوفيق في النادي اللي هيختاره، هو قيمه كبيره في حراسه مرمى منتخبنا الوطني وفي النادي الاهلي. نتمنى لك التوفيق كابتن شريف ولكل زملائك، يعني كابتن احمد عادل والشناوي برضو فعلا مستواهم جيد جدا هذا الموسم. طب ده بالنسبه لحراسه مرمى النادي الاهلي. ادام اتكلمنا على حراسه المرمى، خلينا نتكلم على بقيه حراس مرمى الدوري الممتاز. الزمالك احمد الشناوي وجنش، هقولهم سريعا لحضراتكم. في سموحه محمد ابو جبل، المصري البورسعيدي محمود السيد واحمد بوسكا، وادي دجله عبد المنصف، الاسماعيلي عواد، الانتاج الحربي عامر، الداخليه في الغرباوي وامير عبد الحميد، مصر المقاصه احمد مسعود ومحمود حمدي، امبي علي لطفي وعماد السيد، بتروجيت في عمرو حسام، طلائع الجيش في محمد بسام، مقاولون العرب محمود ابو السعود واحمد عربي، الاتحاد السكندري الهاني سليمان، الاسيوطي عصام ثروت، طنطا اسلام طارق، وهنقف شويه هنا، النصر محمد مصطفى، الرجاء محمود كوكو وعمر رضوان عنده 20 سنه. طيب احنا قلناهم دلوقتي كل الفرق اللي معانا 18 فريق، ايه ابرز العناصر وانا بقراها كده لفتت انتباه حضرتك واذن واسماعك؟ في كل اللي موجودين دولت، الوحيد اللي انا شايف ان هو مستقر جدا هو محمد عواد بتاع الاسماعيلي. بنقول له مبروك كابتن محمد عواد، عريس جديد هذا الشهر. الف مبروك كابتن محمد عواد. طبعا حياه سعيده ان شاء الله نتمناها لحضرتك، ودايما متالق ودايما منور كده في الاسماعيليه ومنور كل المباريات اللي بتاخدها. طبعا مبروك طبعا عواد. انما انا شايف ان هو الوحيد بقاله سنتين هو المستقر في الدوري المصري كله. يعني هو من سنتين بيلعب اساسي. طبعا ربنا يوفقه ويبعد عنه اصابات. طبعا بحيي طبعا مدربه الكابتن سعفان، طبعا صديقي العزيز يعني. انما
انا شايف في كل اللي انت حضرتك قلتيهم دولت هو عواد الوحيد اللي لعب كل المباريات في الدوري العام. كل الفرق دي كلها اتغيرت ما عدا طبعا اللي هم طالعين من الدوري بالدرجه الثانيه. نعم. شايف انا كمان الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ماشي كويس جدا، ماشي كويس جدا جدا. وانا طبعا كنت بمرنه في النادي الاهلي وهو واحمد عادل. شايف برضو ابو جبل. شايف حضرتك قلت عواد وشناوي، شايف لو محمد عواد راح الزمالك كان فيه انباء كده وهو وشناوي يبقوا مع بعض، ده في مصلحتهم ولا ضدهم؟ لا مش في مصلحتهم، مش في مصلحتهم لا خالص، لان يعني الاثنين جوان كويسه ولازم يلعبوا. يعني انا شايف ما دام جول كويس ماشي في فرقته كويس خلاص خليه في فرقته. يعني عواد انا شايف ان اصل النادي الاسماعيلي نادي كبير صحيح، يعني نادي لا يقل عن النادي الاهلي ولا الزمالك، فيفضل في مكانه نجم هو في فرقته وماشي كويس جدا. انا شايف ان هو لازم يستقر في فرقته بصراحه يعني، انما ما يروحش الزمالك خلاص. فيها الشناوي في النادي الاهلي في شناوي واحمد عادل كويسين جدا، والشناوي ماشي الماتشات اللي لعبها كان كويس جدا جدا، وانا شايف ان هو من لو خد كتير هيبقى من احسن حراس مرمى موجوده في مصر. طبعا الشناوي الزمالك انا بحبه جدا ومن الاجوان الكويسه جدا، انا بحبه عشان هو جول كويس. جت فتره عليه برضو اخر الموسم اللي فات ان كان فيه مشكله ومش عارف ايه، انما دلوقتي ابتدى يخش وابتدى يبقى كويس، وانا شايف لو هو استمر على كده يبقى ليه. من الاقدر لتمثيل مصر في كاس العالم من الثلاثي مع عصام الحضري؟ طبعا انا يعني اللي انا شايفه لغايه النهارده وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي هو عواد والشناوي. عواد والشناوي والحضري. والحضري طبعا الحضري لوحده طبعا الحضري والشناوي وعواد، ده انا شايف. ويخش من شويه الشناوي جول النادي الاهلي. وشريف اكرامي طبعا انا بقول بس شريف اكرامي لازم يلعب. لازم في شهر 1 لغايه شهر 4 أو 5 جاي يكون بيلعب. ده مهم جدا الشريف وانا بقولها له. كام حارس المفروض ياخد؟ 2 ولا 3؟ 3 لازم يروح. لازم 3 يروح. ومش مشكله انا لما اكون عندي 4 5 حراس مرمى كويسين في الدوري المصري، انا كمدرب منتخب مصر انا هكون مرتاح، انا هكون شايف ان القاعده عندي كبيره، وانا مش هكون اقول اخد ده طب ما اخدش ده، لا ال5 كويسين او ال4 كويسين انقي منهم 3 انا هكون مبسوط. وطبعا اتمنى ان هم التوفيق للحراس مرمى كلها. في طبعا ابو جبل برضو ماشي كويس بقاله برضو سنه او سنه مع سموحه ماشي كويس جدا، واتمنى له طبعا التوفيق. برضو ابو جبل كنت انا بمرنه في انبي وانا اللي لعبته في الدوري الممتاز، يعني انا اول واحد لعبته في الدوري الممتاز، وهو من الاجوان الكويسه جدا، وبرضو عايز تركيز يركز كويس قوي قوي قوي، لان ابو جبل من النوعيات اللي هي قويه، جول كويس، فنياته عاليه، لازم يركز كويس قوي زيه زي علي لطفي برضو من الاجوان الكويسه جدا والتكنيك بتاعه هايل جدا. برضو لازم التركيز يكون عالي. لطفي في انبي طبعا من ده فتره عالي. عالي كويس جدا برضو من الحراس المرمى الجيدين برضو في الدوري المصري. عبد المنصف بيلعب دور مع وادي دجله في الفتره الاخيره خاصه بعد تولي طارق العشري المهمه، واضح لمساته، ما اعرفش ايه علاقته بعبد المنصف بس هو كان بيمرنه فين؟ ما اعرفش بس واضح يعني ان هو مش مدرب حراس المرمى الخاص بعبد المنصف، لكن فرق يعني في روح في راحه نفسيه. هو اللاعب برضو عايز مدرب يرتاح معاه نفسيا. ممكن انا اكون بلعب والمدرب اللي قاعد بره ما بيحبنيش مثلا، بلعب غصب عنه يعني، فانا هبقى اكون متضايق، انا هكون مش قادر ادي، مش قادر العب. انما انا شايف ان ممكن يكون عبد المنصف علاقته بالكابتن طارق كويسه، شايف. لكن طنطا متمسك بيه طبعا، طنطا عايز يعني ينافس في جدول المسابقه. كيف ترى مستوى اسلام في الدوري؟ اسلام الماتش الاخير بتاع 6-3 دوت طبعا هو السبب فيه. مش هو السبب في الهزيمه، انا ما بتكلمش على الهزيمه، انا ماليش دعوه بالهزيمه خالص، انا بتكلم هو السبب فيه. ليه؟ الشوشره اللي حصلت حواليه وهو عاوز يمشي وعاوز يروح الاهلي، والاهلي بيكلمه او ده بيكلمه او بيكلمه او الحاجات دي كلها، ده كلام كله كلام لازم انا ابعده خالص عني. لو انزل مباراه عن جوه الملعب، ان انا اخش الملعب لازم اكون كويس. الحاجه الوحيده اللي انا افكر فيها وانا جوه الملعب ان انا اكون كويس، ماليش دعوه بقى مين ده ومين ده وصاحبي واخويا وامي وابويا، الكلام ده كله ارميه ورا ظهري ما دام في انا ده جوه الملعب، جوه المستطيل الاخضر ده، افكر في الكوره بس، في الملعب بس، ان انا لازم اكون كويس. النادي الاهلي بيتكلم عليا او نادي الزمالك بيتكلم عليا او انبي بيتكلم عليا، لازم يعرفوا ان انا كويس. انما انا شوشرت على نفسي دلوقتي، انا شوشرت على نفسي. وانا بقول لحضرتك اول الكلام اما جبنا اسم اسلام قلنا ان اسلام ده هو السبب في اللي هو عمل ده، مش الاهداف. انا بتكلم عليه، هو خرج بره نفسه الدايره خالص.
ليه؟ لانه قعد شوشر نفسه، وزي ما حضرتك قلتي دي عايزه معالجه وعايزه تربيه وعايزه من الصغر نعمل الكلام ده، يعني من الصغر لازم نعمل الكلام ده، يكون يعني طالع عارف ايه اللي هيحصل. طبعا يعني في اوروبا مثلا او لعيب في ريال مدريد مثلا ناشئ صغير هيطلعوه الدرجه الاولى، ما بيقولوش تعالى يا حبيبي العب على طول، لا صحيح. ده بياخدوه، انت انت عارف انت رايح فين، هتلعب مع مين، انت كام مليون بيتفرج عليك، وبيديله معالجه سيكولوجيه رهيبه. طبعا لازم المعالجه النفسيه دي مهمه جدا للاعب. ما ينفعش ان انا اجيب اي واحد كده اقول له تعالى العب جنب رونالدو مثلا ولا ميسي. ليه احنا مفتقدينها؟ احنا مفتقدينها لان مفيش وعي، يعني احنا هنا برضو مفيش وعي. فين الاحتراف وفين الانديه الكبرى؟ ما هو بص حضرتك، اي واحد انا مثلا اتعلمت بره مثلا يعني ليه انا باجي هنا مصر زي اي حد مع احترامي للجميع. نعم. بس في حاجه، طب احنا يعني طب ايه فايده ان انا بدرس بره؟ ان المدارك الحسيه بتاعت المخ بتتفتح اكتر طبعا. بتاخد خبره اكتر، السفر ليه فوائد اكتر طبعا. كل ده لازم انت تعمله، انما هنا الانديه ما بتعملش حاجه. يعني انا لما رحت اشتغل في اي حته انا زي اي حد، ما ينفعش. اللي بيجبرني الناس ان انا اكون كويس هو شغلي بس. انما ما تيجي تسالني اللعيبه بيعملوا ايه بره، زي ما حضرتك سالتيني في الاول كده، ايه الفرق بيننا وبين المانيا او الفرق بيننا وبين اوروبا؟ والله ما في اي حاجه، بس هي حاجات بسيطه ورتوش صغيره جدا تتعمل. صح. انما هنا في لعيبه مع احترامي ابهاتهم وامهاتهم ما لهمش علاقه بالكوره خالص، فبيسمعوا كلام ابهاتهم وامهاتهم. ما ينفعش انت تسمع كلام باباك ومامتك بس في النوم، تاكل كويس، تشرب كويس، تذاكر كويس. انما حته العب دي لازم المدرب، والمدرب اولا لازم واخيرا لازم يكون عنده الوعي ده. مهم جدا. هو يقوم بدور الاسره كمان. طبعا هو برضو مش وظيفه المدرب، خلينا واقعيين، دي لازم يكون في اخصائي نفسي مع الفرق الكبرى. يعني برضو المدرب مش هنحمله اكتر من الاعباء اللي هو عليه، وعليه اعباء كتيره جدا، لكن لازم يكون في اخصائي نفسي، وده دايما اللي احنا بننادي بيه في حتى الفرق الكبرى. يعني فين الاهلي وفين الزمالك وفين الاسماعيلي، فين الفرق؟ بلاش الفرق اللي بتعاني ماديا. احنا هنضيف بند جديد، مع ان هو بند والله لو كان موجود هيفرق، هيقلل من البنود الثانيه مش هيزود منها. والله الدكتور لو جه للنادي بيديهم محاضرات والله يعني مش هياخد فلوس ولا اي حاجه خالص، ده بالعكس، ده هيبقى حابب الحته دي. يعني مثلا زي النهارده في مباراه بتاعت الاسيوطي مثلا، تمام، الاسيوطي والزمالك، الناس جاهله بالقانون، يعني سوري في اللفظ، اللعيبه جاهله بالقانون. حارس المرمى اداها الخطا، خلينا في الخطا. صحيح فكرتنا، يا ريت لو ايهاب جاب لنا الخطا اللي حصل النهارده ما بين حارس مرمى الاسيوطي وكان مش عارفه زميل ليه اوكا. تمام، كان في فعلا خطا. ده اول مره نشوفها دي. ده جهل بالقانون. ليه؟ لان انت حضرتك اول حاجه بتجيلك تغييرات في قانون كره القدم مع الحكام. انا ما كنت مدرب ما كانش حد بيقول لنا ايه اللي حصل في التغييرات، يقول لك في حصل تغيير في القانون. طب ايه هو؟ طب ما تجيب الحكام لكل نادي، يروح محاضر من الحكام يروح لكل نادي يقول لهم في كذا وكذا وكذا وكذا، ما تعملش كذا وكذا وكذا وكذا. ده الطبيعي جدا، في اوروبا بيحصل كده. صحيح. الاوروبيين. انما هنا في مصر ما حدش بيقول اي حاجه، احنا هنا ماشيين بالفهلوه. يعني هو اللاعب ما يعرفش ان ده خطا ما يعرفش طبعا، ما يعرفش. خلينا نشرح الحاله دي بالتحديد كابتن ايهاب للساده المشاهدين معانا اللي ما تابعش المباراه. هي الحارس المرمى مسك الكوره، اداها الاوكا بره ال 18، كان لسه 0-0 بين الاسيوطي والزمالك. اوكا راح واخد الكوره وقعد ينطط بيها شويه، راح واخدها على فخده وعلى رجله على فخده وراح مديها للجون براسه. صحيح. ده جهل بالقانون. ده عدم وعي. بس حكم المباراه كان واعي صاحي كابتن محمود طبعا معروف، يعني لازم يعني نشيد بيه كابتن محمود في طبعا هذا اللقاء. من الحكام الكويسه جدا وكان لاعب كوره ومحترم جدا، فمش هتروح عليه لان ده راجل دولي. يعني كابتن محمود ورفاقه طبعا، لان طبعا كله طبعا اللي شافه اكيد طبعا محمود عاشور من الحكام الدوليه، ممكن يحكم في كاس عالم، يحكم في افريقيا، الحاجات دي ما تعديش عليه. وما ينفعش انت تبقى ده يعني اسمه استهزاء بالخصم. هو مش عارف زي ما حضرتك قلت، مش جهل بالقانون. هو بالظبط، يعني حضرتك قلت نقطه هامه جدا، هو مش عارف زي لاعب ما يعرفش ان ده خطا اصلا. ده عشان كده الجون استغرب لما الحكم صفر الجون، استغرب انا عملت ايه واوكا برضو عمل ايه. صحيح. لا هو ده جهل بالقانون. عشان كده بقول لحضرتك هي المنظومه كلها عاوزه يعني وعي كبير، وعي كتير. الفرجه بتجيب طبعا. انا بيحصل في حاجه يعني قليل جدا اللي بيخش على موقع الفيفا ولا حاجه ويشوف التغييرات اللي بتحصل. انا بعملها عموما يعني، انما في كتير جدا ما بيعملوهاش. اللعيب ما عندوش وقت انه يخش على النت ولا بتاع، بيخش يقعد يتفسح في اي حته ويصرف في اي حته، ما فيش مشكله بالنسبه له. انما لازم انا عشان اكون لعيب لازم اعرف ايه اللي بيحصل في الملعب.
يعني اللي عمله اوكا واللي عمله حارس المرمى بتاع الاسيوطي ده جهل بالقانون. وفي مش هم بس، انا يعني ما بقولش عليهم هم بس، صحيح. انما في لعيبه كتير جدا وفي مدربين جدا جهله بالقانون. لازم كل ده الحكام في اتحاد الكوره، لازم كل الناس دي لما يكون في تغيير في قانون في لعبه كره القدم للعيبه او للمدربين لازم اقولها. صحيح. اصل ما فيهاش مشكله ان انا اروح كل يوم نادي، اروح مثلا النهارده النادي الاهلي، اروح بكره نادي الزمالك، اروح بكره الاسماعيلي، ما فيهاش مشكله خالص. بكل واحد مع يعني في اسماعيليه، منطقه اسماعيليه تروح، منطقه القاره بتروح، منطقه الجيزه تروح، كل ده لازم الناس دي تفهم. بس هيفهموا بعد ما الخطا يحدث، يعني النهارده اعتقد بعد الواقعه يمكن معانا هيجهزها لحضرتك او هيجيبها لنا. الكوره يعني لازم الناس كلها تفهم، لازم تفهم ايه هو وانا بلعب مفيش حاجه اسمها جهل بالقانون. لازم اكون انا لعيب كوره، لازم اعرف كل حاجه. صحيح. لازم اعرف اشمعنى انا بقى اما اجي اقف هنا اقول انا في الاوفسايد، اشمعنى عارف الاوفسايد بس. في حاجات كتير جدا جوه كره القدم لازم اعرفها. وفي تعديلات بتحصل، وفي تعديلات كل يوم بتحصل. صحيح. تعديلات فلازم انا اعملها. وفي الكاس العالم الجاي ده هتشوفي حاجات كتير جدا هتتعدل، هتلاقي الاوروبيين عارفين احنا مش عارفينها. لا مشكله دي. لا ما تقولش كده بقى، نزعل قوي حقيقه. لا بقول لحضرتك بجد في حاجات كتير جدا ممكن تحصل، انما لازم احنا في مصر هنا واتحاد الكوره لازم يشوف كل اي حاجه جديده نازله لازم يشوفها. يكون في دورات على طول للمدراء الفنيين اللي هم هيوصلوا المعلومه. انا مش هدي كل اللاعبيه دي، لكن المدير الفني لما يجي وياخد الدوره التدريبيه دي هيقدر ان هو يوصل ده للعيبه بتاعته، يبقى كده خلاص ضمننا ان كل اللعيبه. بس لازم يكون واخدها، لازم يكون بيحضر الدوره التدريبيه اهم حاجه. ما هو المهم يحضر. ما هو انت لو حضرت صحيح وراح لعبها لي رجعها لي بدماغه، دي ما تحصلش فيها حاجه خلاص بعدين، دي ما فيهاش حاجه. انما ان انا انطط الكوره وعلى ركبتي وعلى دماغي وعشان اديها لحارس المرمى، لا ده جهل بالقانون، ده ما ينفعش. فان شاء الله يكون في دورات وناس تفهم وناس تعرف، عشان ده مهم جدا بالنسبه للعيبه. نتمنى طبعا كل اللاعبين الموقف ده بالذات احنا بنعيده علشان لو ما حدش كان عارف القصه دي ان هو يعرفها معانا، وده ده دورنا برضو كاعلام ان احنا نلقي الضوء على هذه الاخطاء علشان تكون عبره لكل اللاعبين. لو حد شافنا او حد تابع الموضوع ده ممكن بعد كده ان شاء الله ما تتكررش. طيب هل في اي حارس مرمى حضرتك يعني انا ما اتكلمتش عنه بارز في الدوري حضرتك تحب تلقي الضوء عليه؟ انا ما اديتوش حقه وانا ما اتكلمتش لا عليه. هم يعني الحراس مرمى كلهم كويسين، يعني شايف ان هم ماشيين مش وحشين بوجه عام. وجه عام كويسين معقولين. حراسة المرمى في الدوري المصري تسير في الاتجاه الصحيح. مظبوط. بس هي موضوع نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي الحراس يكونوا اعلى شويه. تمام. اعلى شويه بمعنى ايه؟ ان هم بيلعبوا في النادي الاهلي. نعم. بلعب في نادي الزمالك، بلعب في نادي الاسماعيلي. فانا شايف ان عواد ماشي كويس، الشناوي ماشي كويس، الشناوي الزمالك برضو ماشي كويس جدا. فانا شايف ان وبقيه الحراس، واقول برضو على اسلام طارق. نعم. لازم يا اسلام تركز كويس، سيبك من الكلام اللي بيحصل، والكلام اللي بيحصل ده ولو انت ليك نصيب هتروح اي حته هتروحها غصب عن اي حد. فانت ركز في فرقتك، ركز في شغلك، لانك انت حارس مرمى جيد. مش هتمشي قبل السيزون ده ما يخلص بالظبط. يعني اعتقد استاذ فايز عريبي مش هيتنازل عن حد، وعايز عايز يدعم فريقه في الفتره القادمه. فنركز في الفتره دي بعد نهايه السيزون بقى ربنا نحاول نفكر لان يعني وضعه وحش جدا، لان هم قبل الاخير يعني قبل الاخير مش كويس. يعني الوضع مش كويس. وانا شايف ان هم كانوا مع الكابتن خالد عيد كانت فرقه كويسه جدا. انا ما اعرفش برضو ايه السبب اللي خلى خالد عيد يمشي. وجهات نظر يعني نتمنى اكيد التوفيق للجميع. إن شاء الله. لكن خليني نقول ان كان ليا لقاء قبل حضرتك مع كابتن احمد سامي، وكان بيتكلم على ان خط الدفاع في معظم الفرق في الدوري فيها مشكله. هكلم حضرتك عن خط الدفاع وعلاقته، لان هم مش بعاد عن بعض المركزين دول بالظبط، وحارس المرمى. يعني ممكن يكون ان حارس المرمى بيأدي اداء جيد وكويس وكل حاجه، لكن ضعف خط الدفاع بيؤثر على حارس المرمى. طيب احنا نعمل ايه في الفتره القادمه دي، او يعالجوا المشكله دي ازاي، والحارس يتغلب على هذه المشكله ازاي، لان ده اكيد بيتطلب منه بذل جهد اكتر. بص حضرتك، بالنسبه لخط الدفاع لازم يكون في تفاهم كبير جدا بين خط الدفاع وحارس المرمى. بمعنى اما بلعب مع خط دفاع مباريات كتير جدا او وقت طويل جدا، انا ببقى عارف ده هيتحرك ازاي، ده هيجي ازاي، ولازم خط الدفاع اللي قدامي السرد باكين مع اليمين والشمال لازم يسمع كلام حارس المرمى. يعني حارس المرمى لازم برضو يكون بيتكلم كويس، لازم يكون بيوجه كويس، بيوقف الناس كويس. ده مهم جدا، لان ممكن انا كلاعب كبير مثلا في سرد باك في اي فرقه، وانا شايف ان حارس المرمى بتاعي مش كويس مثلا،
قليل او بتاع، نعم. مش هسمع كلامه. نعم. ده مهم جدا. فالمهم ان الحارس المرمى يتكلم مظبوط، يعني يوجه لعيبته مظبوط، يوجه يقول له اقف في الحته الفلانيه، اقف في الحته تعالى كده امسك ده، خليك واقف هنا. ده مهم جدا. ولازم على طول يتكلم مع خط الدفاع، يعني حارس المرمى لازم على طول يتكلم مع خط الدفاع. ما ينفعش ان هو يفضل قاعد ساكت. انا بشوف حراس مرمى بيسيبوا خط الدفاع مثلا ما بيتكلمش معاه، ويتكلم مع الفيرود مثلا، هات جون، هات مش عارف ايه، العبها بالعرض. الكلام ده غير وارد. الوارد بالنسبه لحارس المرمى ان هو يتكلم مع خط الدفاع والوسط الملعب. احيانا بنلاقي حوار ما بين خط الدفاع وحارس المرمى، يعني كل واحد كويس. بيحاول بالظبط مش كويس. يبرر ان انا مش المسؤول، مش أنا. انت السبب بالظبط. يا جماعه مش انت او هي في الاخر ده فريق، ده يعني لعبه جماعيه، انت وانا بالظبط، مش مهم بقى مين السبب يعني. طبعا احنا دلوقتي فرقه واحده، اللي غلط مش مشكله، معلش ونعوض ونعمل وبتاع، وفي الاوضه لينا اوضه نتكلم فيها. صحيح. انما مش في وسط الناس ومع الناس وقدام التلفزيون والناس كلها بتتفرج علينا، المنظر هيبقى غير حضاري يعني. انما مهم جدا حارس المرمى يكون على وعي بتحرك الاربع باكات اللي معاه والاثنين ديفندر اللي بيحاولوا ينزلوا معاه يدافعوا. مهم جدا ان حارس المرمى امتى يبقى المشكله كمان حضرتك، ان لو حارس المرمى لازم يوجه كويس، ممكن يوجه كويس، انما ممكن واقف غلط، وقفته غلط، تربك خط الدفاع معاه. ده مهم جدا. ممكن خط الدفاع هو اللي واقف غلط يعني ممكن حارس المرمى اللي يكون هو فعلا اللي تعب خط الدفاع. طبعا ممكن. يعني طبعا لا مهم جدا. طبعا يعني يعني ممكن الراجل الخط السد باكات بتاعته واقفه كويس جدا، هو واقف غلط. يعني ممكن هو واقف غلط. دي مهمه جدا. لازم اكون انا كحارس مرمى لازم. هل مدرب حراس المرمى بيلعب دور ما بين خط الدفاع وما بينه، بيربط ما بينهم؟ طبعا في التدريب ما بيحصل تكتيك في التدريب. انا مثلا بقف جنب حارس المرمى جنبه في الجول واقول له لا خلي الباكات دي تطلع شويه، خليها ترجع شويه، خليه يضم شويه، خلي الباك ليفت يضم شويه، خليه يفتح شويه. كل ده لازم انا اعلمه حارس المرمى لو هو ما عندوش الادراك بكده، او حتى لو هو عنده ادراك انا عايزه يلعب باسلوبي انا. تمام. يعني باسلوبي انا لازم يعرف هو بيعمل ايه. فمهم جدا ان حارس المرمى يتكلم مع خط الدفاع ونص الملعب، ويركز هو حتى كمان في وقفته. وقفته مهمه جدا حارس المرمى، عشان لو وقفته مظبوطه القرار هيطلع مظبوط. صحيح. انما لو انا واقف غلط عمر القرار ما هيطلع صح. لا يمكن. هيحصل لخبطه بينه وبين حارس المرمى، بين خط الدفاع بتاعه. عشان كده بيحصل اللخبطه دي، وساعات كتير جدا خط الدفاع بيغلط مع حارس المرمى. عشان كده بنقول كتير جدا ان خط الدفاع وحش او سيء او كده. هي منظومه واحده، الدفاع وحارس المرمى اسمه خط دفاع كله مع بعض. احيانا حارس المرمى بيقوم بدور الليبرو طبعا لازم يكون بيعرف يلعب. لازم دلوقتي بيعرف يلعب. فانا شايف. وفي برضه حارس مرمى المقصه محمود حمدي، ده من حراس المرمى الكويسه جدا. انا يعني ما اتكلمناش عليه، انما هو من حراس المرمى الكويسه، وبرضه من النوعيات اللي هو بيركز كويس. الولد ده حارس مرمى جيد جدا، وانا عارفه كان معايا في منتخب الناشئين مع كابتن ربيع ياسين. فمن الحراس المرمى الجيده لو خد فرصه كتير ولعب كتير. اكيد. طيب سؤال الاخير لحضرتك قبل ما نختم النهارده، هو خاص برضو بمباراه اتلتيكو مدريد النهارده مع النادي الاهلي واتلتيكو مدريد. هذا اللقاء هو لقاء يعني نقدر نقول الهدف الرئيسي منه وكان الشعار الرئيسي منه هو السلام ضد الارهاب، خاصه بعد الاحداث الارهابيه الاخيره اللي بتحدث في مصر. وهو لقاء هدفه هدف سامي، نتمنى ان نشوف اللقاءات دي بتتكرر في الفتره القادمه. اتلتيكو مدريد هو يحتل طبعا المركز الثاني حتى الان في الدوري الاسباني، بينافس برشلونه يعني من الفرق الكبرى. جه قبل كده في نادي الزمالك، لو حضراتكم تفتكروا في مئويه نادي الزمالك لو رجعنا بيكم الزمن شويه. لكن يعني انا بعيدا طبعا عن هذه الاحتفاليه الكبرى وهذه المباراه الكبيره والحدث الكبير اللي كلنا تابعناه النهارده، لكن انا اللي فارق معايا يعني انا بصيت للموضوع ده في نقطه كده لفتت نظري. تم استدعاء عدد كبير جدا من اللاعبين، سواء اللاعبين العرب او حتى اللاعبين المصريين في الدوري المصري، اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج. حسام غالي هيقاد الاهلي. اين عصام الحضري في حراسه المرمى؟ حضرتك يعني ما اعرفش ليه تعبيرك هذا السؤال، يمكن هو سؤال يعني ما اعرفش كنتش تتوقعه شويه، لكن انا بصيت لحاجات كتير فيها، بس النقطه دي لفتت نظري جدا. بالرغم من الاستدعاءات الكبيره جدا لكل اللاعبين، لكن عصام الحضري بتاريخه ودوره الكبير مع النادي الاهلي اللي ما حدش يقدر يغفله ابدا ما لقيتوش في هذا اللقاء، بالرغم انها مباراه خيريه
وديه، هدفها هدف سامي، طبعا. مفيهاش اي حاجه تانية، معرفش. هي في حاجه يعني احنا مش معرفش. قادرين نعرف يعني. هي الله الموضوع أعلم. كله ان النادي الاهلي عنده مبادئ ماشي عليها. انا طبعا عارفها كويس لان اتربيت في النادي الاهلي. عصام الحضري عمل ان هو مشي من النادي الاهلي بطريقه يعني غير لائقه. النادي الاهلي ما بيحبش الحاجات دي يعني. النادي الاهلي اي حد بيغلط في النادي الاهلي او في رموز النادي الاهلي ملوش مكان في النادي الاهلي. ده انا عارف الكلام ده. كل الكلام ده النادي الاهلي وطبعا على راسه طبعا كابتن خطيب رئيس مجلس الاداره، طبعا نتمنى له التوفيق ومبروك طبعا. اكيد. كان في المواقف اللي كانت بتحصل ديت كان عضو مجلس اداره. نعم. في النادي الاهلي من اللي انا اوعاه يعني ان كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب كلهم بيفكروا فكر واحد. تمام. كلهم ماشيين على خطه واحده. اهم حاجه عندهم مبادئ واخلاق النادي الاهلي. عارفين ان لاعب النادي الاهلي ما يقدرش يخرج عن النص، ما ينفعش يخرج عن النص. اي مشكله بتحصل لازم تكون في الاوضه محدش يعرفها، وده نجاح سر نجاح النادي الاهلي. ان المشاكل او اللي بتحصل ما حدش بيعرفها غير في الاوضه بس. ده مهم جدا. انما موقف عصام الحضري ليه وجهه نظر تانية خالص، لان برضو في ناس كتير جدا عاوزه عصام الحضري كان يختم حياته في النادي هو الاهلي. اللاعب نفسه، هو مش ناس رغبته كتير، كمان. ده رغبه اللاعب كمان. بالظبط. خاصه ده احنا شفنا لقاءات كتير عقب افريقيا، ويعني كان طلب صريح حتى من اسرته. صحيح. انما انا اقدر اقول لحضرتك انا متفهم الوضع يعني. ان انا ابني من ابناء النادي الاهلي وعارف. عشان كده سالتك. كنت ممكن اسال السؤال ده لاي زميل اعلامي او صحفي، بس لا، انا حبيت اسال حضرتك اكتر السؤال ده باعتبار حضرتك يعني كابن من ابناء النادي الاهلي وعارف اكتر ايه اللي ممكن يحصل. انا شايف ان مش هتحصل يعني. مش هتحصل لان النادي الاهلي ماشي على مبادئ واحنا كلنا بنحترمها الامانه يعني. معلش يعني عصام الحضري قيمه كبيره وكل حاجه، انما في حاجات حصلت ومش عصام الحضري بس، ده في ناس برضو على الساحه دلوقتي. هل تاريخه وخبرته وانجازاته ما تغفرلوش؟ مش مع النادي الاهلي. شكرا. شكرا. يعني كابتن ايهاب شرفتنا، نورتنا. يعني انا كنت فعلا سعيده بلقائي مع حضرتك، يعني افدتني انا شخصيا في حاجات كتير قوي، وببقى سعيده لما يكون معايا ضيف كريم انا بخرج من الحلقه في قيمه او في اضافه يعني ليا، واتمنى كمان يكون الساده المشاهدين يا رب اتنقلت لهم هذه الصوره، ونكون اضفنا لحضراتكم بعد الفتره اللي احنا قضيناها معاكم واستفدتوا مننا، وكل حاجه انتوا كنتوا عايزين تعرفوها احنا اضفناها ليكم. هل في اي حاجه تانية يا كابتن ايهاب حضرتك تحب تضيفها لينا، حضرتك تحب تقولها مع نهايه عام 2017 واستقبال 2018؟ طبعا انا كنت سعيد جدا مع حضرتك واتشرفت بيكي طبعا، وده مش اول مره طبعا، قعدنا مع بعض كتير. كنت سعيد جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانت حضرتك طيبه، والقائمين كلها على النايل سبورت يعني طبعا بشكرهم جدا، وكل سنه وهم طيبين، والشعب المصري، واتمنى يا رب يكون السنه الجديده سنه مليانه سعاده وفرح للشعب المصري والامه العربيه كلها. وطبعا بنوجه طبعا تحيه للاخوه الاقباط، كل سنه وهم طيبين طبعا، ونتمنى عيد سعيد عليهم كلهم وعلينا كلنا طبعا بالسنه الجديده. واتمنى طبعا السنه الجديده بدون ارهاب وبدون يا رب يا رب مشاكل وكده اكيد ان شاء الله. وطبعا الله يرحم الشهداء ويرحم موتانا وموتى المسلمين كلهم ومصر كلها طبعا. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب المصري كله. اكيد. بشكر حضرتك مره ثانيه، وكنت ضيف كريم معانا في أصداء الملاعب. بحب اختم انا دايما بكريزه الرياضه المصريه والفاكهه. قلت الخبر هقوله تاني، مش هنقدر نختم ابدا من غير ما اقول لكم خبر النهارده، واحراز محمد صلاح لهدفين في مباراه فريقه ليفربول مع ليستر سيتي. فاز 2-1. الهدفين احرزهم نجم مصر الفرعوني المصري المتالق كابتن محمد صلاح، رفع رصيده
ل 17 هدف في منافسة مع زميله هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي. يلا يا كابتن محمد، مزيد من التألق في الفترة القادمة، ودايما بنحب نحلي بأخبارنا بالخبر نجمنا الجميل كابتن محمد صلاح. يا رب كانت حلقة خفيفة على حضراتكم، استفدتوا معانا واستمتعتوا معانا باللي قدمناه لحضراتكم. كل يوم هيكون معاكم فريق عمل جديد وحلقة جديدة وأصداء الملاعب. لا أملك في نهاية هذه الحلقة سوى توجيه الشكر لفريق عمل وزملائي، زميلي في الإخراج المخرج المبدع كابتن إيهاب المسلمي وشريف حسين، وزميلتي سامية عبد الجواد وشريف صبري، وفي التنسيق زميل إسماعيل إمام، وأيضا الزميل عبدو سالم، ومعد هذه الحلقة الزميل عليان حسن. ولكم أرق تحياتي إمام مصطفى. كل سنة وحضرتك طيب.